بس بالأخص أنت طلعت من حوشكم في ال95 تقريبًا 100 دولة. 115 كم دولة، سنة؟ 10 سنوات، 10 سنوات. معايا $200 اهم. ومشرّط خريطة من كتاب جغرافيا يعني. وطبعًا نقول لك المصيبة الثانية غير إحنا نسيناها ما طرقنا إني خش أفريقيا من غير تطعيمات. علاش؟ مرحبا بيك في دميري. أنا طارق الميري صاحب البودكاست. التجارب اللي تنحت شخصيتك وفهمك للحياة هلبة ومتنوعة، بس احنا ما نحتاجوش إلا تجربة واحدة نفهموا بها الحياة. ضيفي في هذه الحلقة خضي رحلة خداته 8 سنوات، سافر فيها ل 100 دولة، أكثر من 100 دولة، كان في جيبه $200 في توقيت ليبيا كانت فيه في عز الحصار، يتكلم لغة واحدة، والرحلة هذه علماته ووراته وتحداته وهي اللي صنعته. ضيفي في هذه الحلقة عمر الطيرة، شخصية عفوية حبابة، تساعد في الناس، مريح جدا في التعامل، عنده استرسال رهيب في القصص، تعلمت معاه ومنه مجموعة حاجات. هو صديق قديم وسعدت اني شفته مرة تانية بعد غياب فترة طويلة. الرحلة هذه اللي خضناها في داخل حلقة 2 ساعة بس ما كانوش كافيات إن نعطوه حقه ونفهموا القصة فعليا، بس كمقدمة ممتازة جدا. قبل ما نبدو الموسم هذا برعاية هايف سبيس، مكان شركة تخصص لك أنك تبدأ مشروعك أو شركتك ويعطوك دعم كامل. هم اللي يعطونا المساحة اللي سجلنا فيها الموسم 9. الرابط في وصف هذه الحلقة. الداعم الثاني لهذا الموسم هو دميري بودكاست كورسات، الكورس بتاع البودكاست الشامل اللي من خلاله تقدر انت تبدأ من غدوة يكون عندك بودكاست كامل ب3 حلقات. لحق في أماكن محدودة لهذا الموسم في داخل الشهر هوا. أنا واتي، انتوا جاهزين؟ يلا نبدو. أمور إيش حالك؟ مرحبتين طارق. ليك وحشة. أنت أكثر من سنوات نحن ما تلاقينا. أنا من ليبيا 8 سنوات، فأقل حاجة 8 سنوات 8 يعني. سنوات، وكان السنوات قبل 2011 هذين كان ممتع، وتجربة 2011 كانت حلوة ومرة سمعت. والله ما تغير فيك شيء يعني، ابتسامة وبشوشة الانرجي رغم انك تزوجت وصغار ودنيا وأب 3 بنات تو. ما شاء الله يتربى في عزك. تسلم. زي ما سبقني في كل شيء، انا عندي وحيدة بس. ربي يرزقك بيهن بزيادة. أنا تو كان يقولوا لي تو البنات وكل أبوه أحسن، لكن جربت البنات ما شاء الله يعني كان في الحن واللطافة والمتعة عندي غير عادية. تو معاش ومن حاجة غريبة إني معاش نبي زيادة ولا نبي أولاد ولا خلاص. ما شاء الله. أوكي إكس إنف 3 بنات ما شاء الله ربي يحفظهم. يتربوا في عزك. هو بيني وبينك يعني البنات طلعوا أذكى يعني، صح؟ أكيد. أنا عندي عائلة الصغيرة بكر ولين ودلال الكبيرة، كل وحدة عندها ذكاء معين. تو دلال السنة فات أبهرتنا إن هي كانت ترسم في رسم رهيب، في أسبوعين دارت 3 رسمات أشاد بها عبد الرازق الريان والرسامين كبار. ولين من خلال الشهر فاتك من التلفزيون قاعد تدوي إنجليزي بروحها من الحوش من اليوتيوب والتلفزيون. واحد معنا هو يقولك مضر، لكن عائلة صغيرة هذه تو سنة وني حتى هي عندها حاجات مشات بدري زينا تمشي بدري. هي سنة وتو شهرين، ممكن مشات 9 شهور ولا حاجة. فخلاص انا حاسس ان هم افضل شيء في الدنيا. البنات هذين ما عادش كيف قبل يقول لك نبي ولد واحد. حتى الناس تو الدكتوره تستغرب قالت لي ان شاء الله ربي يرزقك بولد انت سمي. قلت لا كويس. 3 بنات 100 استغربت فيك. قلت لا كويس. بالذات الثقافه نتاع الولد يكون ضروري يجيك ولد تبدا تحاول اخرى تدير. لا الحمد لله. وفي تفاوت بيناتي يعني. انت عندك اخوت في الاسره؟ احنا ان شاء الله 6 بنات و4 اولاد، 10 احنا العائله. وهذا كله نتمنى يكون اكثر. وكله قاعد يعني ما عندكش العقده بتاعي انا ما عنديش خوت، فعقليا يعني تفكر ان تجرب الولد، بس بصراحه لا المكتفي زي كنت. لا هي تو حتى الرتم الحياه زمان ممكن يعيشوا بعض. احنا تو قعدنا في شتات. احنا قعدنا لما نتلاقوا قعدنا كيف زمان نشوف العائلات اللبنانيه ولا كل واحد عندي شيء في مصر، شيء في بريطانيا، شيء في امريكا، شيء برا،
شيء احنا في طرابلس، فقعدنا حتى مش هنتلاقوا، فاهم؟ التلاقوا اللي على السوشيال ميديا بس يعني. لا لا في ناس تسمع فينا تو اللي تتفرج علينا أكيد. في جزء كبير منهم يعرفوك، بس الشريحة اللي ما تعرفكش كيف تعرف بنفسك الآن يعني أنت الفترة هذه يعني؟ هي الشريحة الجديدة متاع السوشيال ميديا ولا حاجة اللي ممكن بحكم إني أنا طبعا داير رحلة في فترة التسعينات، بديتها هي أصلا بدأت في شهر 10، ما مش ديما نقول 96، لأن 96 كانت هي خروجي من الحدود الليبية. التفاصيل هذه أنا شهر 10 طلعت من قدام الحوش ومية وسكر أمي الله يرحمها ودرتها ورايا كجو الحمام، عرفتها. طلعت في الشارع، مشيت شهر 10 في 95، شهرين كنت فت الحدود. فأنا ديما نعتبر أن الخروج اللي هي شهر 1 96 كنت خارج ليبيا. لما تقول شهرين فت الحدود طبعا الناس ما تخيلهاش أنت قاعد تمشي مشي. مش المشي اللي هي طبعا كانت سابقتها. المشي طلعت من هذيك اللي هي خلاص قررت ان انا اجلت في الصيف، كنت بنطلع اجلت نبي نطلع برا ليبيا تجربه. لكن قبلها كان في من 92 لل 95 تجارب في ليبيا مشي، هي اللي ممكن نحكوا فيها توا في تطرقوا لها تجربتي. لكن انا درت الرحله متاعي من 96 لل 2006، 10 سنوات في 115 دولة حول العالم في 3 قارات. يعني من الفترة هذيك للآن ما زالت أكبر تجربة في حياتك بكل الأشياء اللي درتها بعدين، والمشاريع والتصوير والرحلات ومغامراتك طويلة يعني. أنت نحمد ربي كل يوم 100,000 مرة إني أنا رحلتي، إني درت الرحلة هذه. يعني تو السفر ما وقفتش من 2006، أنا جيت الليبيا بس مريت بظروف، مرض والدتي ووفاة والدي وحاجتين عطلني، لكن كنت مسافر ديما، سفرات علاج، بزنس، سياحة. يعني تو ممكن نقعد بالثلاث شهور 4 نتجول، لكن أفتقد اللي روحي لزمان، أفتقد على كيف كنت نتواصل مع البشر زمان. كانش كيف كنت نقعد معهم، كنت نمشي يتصور ما تمشي تبي تخطم مع ناس في قرية تبي تعبي مية، تلقى روحك قاعد معهم أسبوعين، صارت لي فضالي يتواصل معهم. ما فيش ولا حتى فيش ابلكيشن. أنا تو سفرتي الأخيرة كنت في إيطاليا، مسكني شرطة مرور، وقفني سون أجر سيارات ديما، فهي يحكي لي بالطلياني هيك ما فهمتش. فقلت له شوي، قعدت خذيت الآيفون درتك، قعدت نترجم أنا وياه بالتليفون. اتضح إنه يبي مني رخصة الليبية. باهي قلت له اعطيه رخصه دوليه، قال لي برخصه بتاعك انت ليبي. فانا قلت له شو تدير بيها يا عربي؟ قلت له والله وجه ما فيها. قلت له وجه كيف قفها، قلت ما عرفت كيف ترجمها لها، يعني وريتها لها عربي. فشفت قبل لا ما فيش لغه ونتواصل ونحاول توصل معلومه، هو وصل لي. كان في كيف ما نقول لك، كان في تواصل اكثر احسن من دوام. يعني في جهد مبذول انك انت الشخص يفهمك أيوة. وتقعد تركز معاه، تو تك 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 وخلاص. فهي شنو انك انت الرحله متاعي الحمد لله يعني درتها في وقت حلاوتها بوقتها يا طارق. التسعينات في الشيء، في كاميرا نيجاتيف، ما فيش تواصل، تليفون ارضي بس وحاجه ثانيه كده. بس الأخص انت طلعت من حوشكم في 95 تقريبا 100 دولة، 115 دولة. كم سنة؟ 10 سنوات. 10 سنوات معي $200 ومشرط خريطة من كتاب جغرافيا. تصور إنه نرجع قبل ما نخش في التفاصيل. علاش؟ علاش هذه كلمة هذا السؤال هذا ممكن قصدي لا مش متوقع إن في 95 أنت تعرفت على رحالة ولا شفت حد ولا قلت نبي ندير زي هوا يعني. هي ترجع لتفاصيلها قبل من سنوات. أنا زمان لما كنت صغير كنت نخش المدرسة، مدرسة نجي نهاية السبعينات من 70. لما خش المدرسة كنت زمان كان يحطونا في حاجة خريطة كبيرة مكتوب عليها الوطن العربي الكبير، عرفتها اللي هي جايبة من أصل موريتانيا. حتى الكتابة طويلة حتى الوطن عليك بالأسود نفس الجيل يا طيب. فكنت نشوف فيها نبحث في ليبيا، موقع ليبيا وين وأوروبا وين، فنشوف الخريطة دي ما نبدأ نوقف عليها بوجه ونشوف العالم صغير. هذا الشيء قبله. بعدين عن طريق الانتيلا نتفرج على إيطاليا، نبدأ نشوف العالم شنو الناس شنو فيها هذول من كيف قصتهم، نبي نعرف نتفرج على الحيوانات. جيبوا زمان في وثائقيات بسيطات أفريقيا، فهي بعدين ارتبطت أفريقيا ارتبطت فيها بحاجة معينة ونقول لك بعدين. وقعدت نشوف هي الفيجن والرؤية اللي بعدين قالوا علي أنا شكلي عندي فيجن من الأول، عرفتك اوتوماتيكيا. فقعدت شوف وحاجة تانية اني انا حبي للطبيعة، انا نطلع
نحب ديما نمشي المزرعة، نمشي هيك خي، حتى لو يزردوا زمان العائلة كنت أنا نمشي نمسك في الحاجات السامة، مثلا العقرب، اللفعة، نجيب فين نحاول ندير حوش فوق شجرة بنديرها، نحاول نتبع ما نلقاش مثلا في الحوش نبي ندير خيمة برا. يعني أنت من طفولتك مستكشف، يعني تدور في حاجات جديدة، تجارب جديدة. هم كان هو كلمة مستكشف كانت طبعا كبيرة علينا في ذاك الوقت. كان يقول شيطان مجرم شيطانك، لأن أنا كنت ديما نمشي، لما نمشي مش كيف مثلا نمشي المزرعة تلقاني نركب فوق هذين الحولي الخروف، نجري الدجاج، عشان ندير في حاجات ما نقدرش نقول نحتفظ في أسرار نفسي عشان كنت ندير لها. فكنت نلقط في حاجات زواحف هذين السامة، ونحطهم معي في فاز ولا قلوني سكرين، ونرجع بين للمنطقة ونعزقهم في قطعة مسكرة في الشارع. كان ديما يعزقوا فيها كور، يخافوا انهم ينزلوا، انا الوحيد اللي ننزل فيها كنت. فالشيطان هذه ارتبطت انها باستكشاف محيطي. يعني انا لما نستكشف شنو المناطق اللي بنطلع، مثلا قاعد نمشي على كرايه، لقيت روحي كل ما نتضايق نتعارك مع الحوش والحاجه نحرج نمشي على رجلي عند المزرعه. كانت المزرعه 14 15 كيلو في منطقه قنفوده. بعدين قعدت شنو نبي نشوف، خلاص مليت محيط، قعدت نتبعد شوف شو من بعيد، شوف انا كيف في حقفه في. وصلت ندير لعند 50 كيلو عند قميص مشيت. بس كنت نمشي ونشوف، طبعا خذت مني وقت شهور وواحد فوقات، لاني مثلا المناخ والمطر. بعدين واجهتني مشكله اني نبي اكل، نبي حاجه ما كنتش. فكنت متعلق بالرسوم، اني حطيت شكاره شلتها في يدي، كانت متعبه، كيس بلاستيك شكاره هذه البوزه. فحطيتها زي رسوم على الشعصاء، وقاعد تتحرك يمين ويسار. فلقيتها مشروع فاشل، انك انت زي رسوم يحرج من اهله ويحطها فوق ضوء يطلع. فما ذاك الوقت ما كان شيء مفهوم تو الجربندية والخيمة وسليبن باج، ما كانش فينا. أنا ممكن محيطة أو حاجة، الناس اللي ممكن بغازي الفترة اللي كنت فيها ما كانش في حد عنده شفتها مخطم، شفتها في المطار، ما كانش في حتى فاللي اتذكرها اني حصلت سليبن باج متاع الجيش، اللي فيه يدين بتاع تشاد وواحد. بعدين هذه المشكلة ترقات. بعدين استعنت بالكشافة، كانت الكشافة هي لها فضل كبير بعد الله، هم كشافة. يعني حصلت منهم شنطة، وحصلت منهم خيمة بتاع الظهر الحمار يقولوا لها، هذه ليكي، هذه اللي قعدت شنو نستعين بيه. بس شنو التجربة اللي قعدت نشوف فيها نجرب، كنت أنا نستكشف وندير وكله بدون ما نعرف إني راح نبي ندير. أكيد زي هالبناس اللي يسمعوا تو جربندية أول مرة نسمعها ككلمة، شنو هي؟ تطلع جربندية ممكن حتى أنا زمان، بس مش في 2023، هي تو أنا في 92 93. الجربندية الشنطة اللي يحطوا فيها، اللي أنا تعلمتها من الكشافة، الشنطة اللي تحط فيها دبشك وحاجاتك في الظهر. فهذه كانت زي اللي حاجة أضافت لي حاجة كبيرة بك. العقدة اللي كانت عندي إن أنا نبي نتعدى المرحلة اللي مشيت لها، مثلا 10 15 20 كيلو، ونبي نشيل معي حاجات بطريقة مريحة، شنطة فوق الظهر. فما كانش فيه كيف تمشي المحلات تلقى أشكال وأنواع من الشناطي على الظهر، بتاع سفر سريع، سفرين تخييم. هذه اسمها الجربندية. الكشافة ربي يسترهم ويحفظهم، ساعدوني ويعطوني الشنطة هذه. فخلاص فرحت بها، فمن عديت عرمت فيها حاجات واجد ثقيلة، قالت هم معش قدرت نمشي بها. فاتضح لي اني هنا في حاجات واجدات بالتجربة خطأ، مع الشيلة المية واجدة وكل معلبات قالت وزن، بعدين طايحة لوطة. يعني تصور بالتجربة والخطأ، يعني زي زمان بالدورق والواحة وتفجر فيك. أنا قعدت نحط توصلت إني أنا نحاول نعرف الكمية اللي نبيها شنو هي، وطريقة توزيع الأحمال في الشنطة. يعني تحط دبش لوطة خفيف، تحط في النص حاجات تقال شوية، تحط يمين حاجة. قعدت أتفنن كيف إني أنا الشنطة هذه فتلكها، وكيف إن هي نشيل معها. لو عندك رحلة 24 ساعة ونقولوا تخييم في مكان معين، مش أنت تحتاج تأخذ معك؟ وحسب المكان اللي ماشي أنا، هل هو الوقت، يعني هو شتاء صيف، مكان جبلي عادي، هذه كلن يفرق. لكن الأساسيات إنه إذا كان أنت مكان بتقدر تخيم، يا ما تبيش تشيل معك حاجة، سليبن باج يكفي بين الخيمة. الشنطة فيها غيار واحد اللبس متاعك والحذاء المناسب، بس لأن أنت 24 ساعة هذه كلها، والتموين البسيطة متاعك حسب
انت شو تاكل، طبيعه اكلك، هل انت متعود على الرحلات؟ لا، في اللي يمشي معك وفي رحلات مشوا معنا الصحراء يشيل في حجزه نونتيلا ومونتيلا وانواع فطور ويبي اومليت ويبي والله مشينا الصحراء كم مره. انا في قبرعون ومشينا واحد يشيل في حاجات غريبه يعني. فانا نحب نستخدم الحاجات بتاع ندير نار بالحطب ولا قد تفنوا الغاز والكوشه وشالوا حاجات واجد. هذا ماشي قناعة أن ما تحرم نفسك من شيء، مخيم ولا مش مخيم. هم حتى الحمام يرفعوا فيه معهم يعني. هذه حاجة يقول لك لا كيف وانا نمشي. أنا واحد يقول لك ما نبيش نبقى كيف ندير في الحمام، نقول له أنا قعدت 10 سنين عادي في الطبيعة. زي كل الحضارات اللي مرت بالتاريخ. موضوع إن وبحسب إذا كان أنت ضروري تكون محب للمغامرة، بش انك انت تضحي وتتنازل وتتأقلم، عرفها. لكن في اللي يشوف الجانب المشرق بس، الصور والمناطق، ويبي يقول لك لا انا نبي مكان نمشي ندهور ونرد نسكن فيه. هذا موضوع ثاني. ايش رايك نرجعوا لي ليش بالضبط يعني؟ ليش من ناحية حاجتين، انه فعليا ليش درت الرحلة هذه، بس شنو الحاجات اللي صارت معك اللي خلاتك تقرر تاخذ الرحلة هذه؟ تصور يا طارق سؤال ليش هذا سبب لي إشكالية سنوات من رحلتي، بالذات لما وصلت أوروبا. أنت ليش طالع؟ لما تقول أنا والله يقول لك أنت ليش طلعت؟ أنت ليش تمشي على رجليك؟ طبعا إحنا في ليبيا اللي واجهتني ليش، طبعا إحنا نفصل لك الليشات. هاي الليش في ليبيا يوقف علي بسيارة يقول لي ليش تمشي؟ زمان أول حاجة يحسبوني أجنبي، أنا ماشي شكل يحسبوني أجنبي. وبعدين يا في طالع من ليبيا في ليبيا مشيت مثلا، مشيت ايام كنت نمشي جداب، نمشي سرد، مشيت جوده، بنمشي يوقفوا علي لا نبي نوصلك، نقول له انا نبي نمشي، يقول لك لا كيف بتمشي تليل عليك، لا انا. فكانت باليش تمشي نقول انا هيك بشوف الناس بشوف، ما كانش بمفهومته. نقول لك كنت نجاوب مثلا بشوف ثقافات اخرى، الكلام المنق واجد، هذا المنق اللي تقدر انك انت ترتبه وتستفه كيف تستفوا فيه وركبيه بحث. لا انا نبي نشوف شنو فيها الدنيا، بنتعرف على الناس يعني. انا تو الجواب ما كانش عندي وحاضر دائما يعني. ليش نبي نكتشف، نبي نشوف الناس هذول يعني. انا صغير عمري كنت نقول نبي انا نشوف المحيط متاعي. شفت المحيط متاعي باش فيه بعده، شفت وتعرفت، عارف اني استمتعت وتعرفت اني اتعرف على ليبيا يعني. تو مثلا يطلعوا مثلا طارق يقول هيا نعدوا مشحات، هيا نعدوا رحله مشرق. زمان في جينا احنا كنا حدنا نزردوا برا بغاز شويه يعني، ضوحي بغاز 20 كيلو من الربيع نزردوا فيه. تو يمشوا فنافي، يمشوا تو يمشوا لرحلات للصحراء، أكاكوس، عائلات وأطفال يمشوا. زمان ما كانش عندنا ثقافات، عندنا نتموا العائلة نزردوا في الربيع زرتين، في الشتاء في الصيف عندنا مزرعة على البحر نقعدوا فيها ممكن. لكن أنا خلتني نمشي، قعدت نتعرف على المناطق ليبيا، الناس عادات تقريبا، الفرق ما بين الشرق الغرب منطقة وسط، الناس كيف يترحب، كيف كانت مضيافة، يحكوا لي على المناطق. أنا الحاجات هذه كلها لميتهم، جيت حكيت بين برا بعدين. إنما ما عنديش طلعت، ما عنديش خلفية نقول لك صبراتا ولبدة وعندنا أكاكوس وغدامس كنتش نعرفن. ما سافرتش في داخل ليبيا قبل أبدا. أنا سافرت يعني. أنا نحكي لك أنا مويت 78 كنا نزرد زرداتنا، عمري ما طلعت مغازي إلا مناطق قريبة من بغاز. لما بديت ندير في رحلات بسيطة هن اللي صارت كانت حدي سرت. نعطيك ليش ثانية. لا ليش ما أنا طلعنا لا ليش ما بديتش بليبيا؟ ليش يعني أنا قاعد تخيل اللي كنت وصلت لقناعة أنه راهو العالم هذا كبير ولازم نمشي نشوفه، وليبيا جزء منه. هذا بس طلعت على طول. لا مش هيك. هي شوف صار أنا كنت ماشي في ليبيا، ما كانش كنت نمشي في ليبيا، كنت نقول حلمي إني نبرم بحر متوسط، نرجع للخريطة. أنا كنت نشوف الخريطة وحطيت خريطة في الدار متاعي في حوشي، وقعدت في حوش علي يعني. هذا كما زي ما كانش عندي. هذه في الثانوي صح؟ هذه في الإعدادي، مازال ثالثة إعدادي وهي خطيتها وحطيتها في حوش. بعدين في أولى ثانوي استقليت، درت عندي دار بروحها بنادق، قعدت عندي حوش غرفة بروحي واحد، وعلقتها كبير هذا بتاع الوطن العربي، خذيتها استعرتها من المدرسة، عرفت استعرتها. خذيتها ما كانش تعدي المكتبة تلقى خرائط، ما فيش خرائط وتفصيل، فكنت حطيته وقعدت مرغم. انت مرغم انا مرغم من هنا، بس ما اعترفت بها للمدرسة. عرفت أن حطيتها في قدامي وكنت نشوف نلمس بيدي ان هذه قريبة. هي اللي خلتني في راسي ان البحر المتوسط هو هدفي، ان نطلع من مصر رد من تونس. ممكن الدول لدينا بس نشوف فيه يكون يونان، تركيا، يونان، اسبانيا، فرنسا، اسبانيا، المغرب والجزر نرد. كنت هذه. لكن في ليبيا قعدت نمشي وصلت كنت مكملين. صارت لي مشكلة مرة في سرت، وواحد بعد ما عش كملتكي الغرب الجنوب عند أوج رجاله
بعدين أكثر شيء كنت نستمتع به في الجبال، المناطق الجبلية والوديان واحد، هي اللي علمني التخييم وطريقة التخييم. يعني مثلا ما نعرفش إن أقول لك والله تحط خيمة متاعك مكان ما فيش مكان وادي نازل مايني طريقة، لا كله بالتجربة. يعني 4 سنوات علمني إن نحن نرجو لو كان في إنترنت لو كانت الدنيا مختلفة ممكن تطرقوا لها بعدين، لكن أنا هذين علمني ال4 سنوات اللي قبل إني أنا نطلع إني تعلمت كل شيء، تعرفت على الناس، تعرفت ليبيا. فليش هذه نرجع ليش كنت أنا خلاص قلت هاي نشوف شنو ما بعد ليبيا، نطلع نكمل مصر. لكن ما زال ما كانش الهدف، هدفي كنت نستكشف، أنا نبي نكبر. اللي خلاني بس في الطلعة هذه بالذات انك انت ما حددتش معالمها بالتفصيل، لا اننا بنطلع ونشوف، مرات تمشي دولة، مرات 2، مرات 3. وكان في تحدي، طبعا كان تحدي الناس ذاك الوقت. انا كنت عندي عناد، الناس كانت مش مؤمنة بي واجد، يعني ما فيش اللي عندي اسرتي، عندي اختي زينب الكبيرة هي كانت داعم لي في حاجات واجدة بكي، داعم يعني دعمتني في كل شيء. فهي كانت ديما مؤمنة بيهم، توفرت لي حاجات ان هي مساعدتني في العائلة مع ابويا وامي واحد، هي كانت داعم تاعي. الناس كانوا ينظروا ان الموضوع يدير فيه ضرب من جنون، يعني تصور انا مرة مسكوني الامن طلعوني من حقفة في الجبل، امن داخلي، وجابوني وكتبت عليها بوست، كتبت عليها قصة يعني الموضوع هذا، ان مسكوني في الجبل. قلت انت شدي في الكلام هذا في بداية ال95 هذا بداية قبل ما نطلع رحلتي. كنت قالوا قلت لهم انا ندير في رحلة وندير في حاجة نكشف. خذوني شلموني الامن الداخلي البيضاء، بعدين جابوني في سيارة لبنغازي. فكنت جابوني كنت 2 رمزين مرموز ليبيا في الامن كبار بك كانوا بغاد. فنحكي الواحد منهم نقول له انا بندير كذا وندير، فهو ما كانش يسمع فيها. قلت له انا بنطلع من ليبيا وبنمشي اوروبا، وواحد مخطط مع فرنسا، فنسمع فيه. طبعا كان يشرب في شاهي اخضر وياكل في زميته اكي واحد، فنسمع فيه يحكي الواحد هي فرنسا. واحد بحث فيه قال لي انت فرنسا يعني بتمشي انت فرنسا بس؟ قلت له ان شاء الله نمشي فرنسا ونمشي باريس. هزاق قلت له ان شاء الله نمشي فرنسا ونمشي باريس من بنغازي الكرايه. ولما نوصل اول حاجه عهد علي الله، اول ما نخش باريس قلت له حنمشي تحت برج ايفل اللي تحكي عليه توا، وحندير طاسه شاي خضراء وندير زميتها وندز لك صوره. والله سنه 2000 درتها، وصلت 2 صورت صوره اللي بس ما لقيتهاش الصوره قاعده درت شاي خضر مرقت. وصلت باريس نزلت سنه 2000. شوف الكلام هذا في 95 نحكي لك تحدي جاء هيك قلت. فهذا جزء من الحاجات اللي كانوا مش مؤمنين، يقول لك كيف رحاله، يعني هذا مش عندنا نحن حتى الدول العربيه بعدين. فالناس كانوا يقولوا لبويا مثلا، في ناس يقول لك هذا ممسوس في مس من الجن. فمره انت ما تديرش زي الناس، ما انتش مكسد، انت مش تبي تتزوج لا هو عمي رمضان الله يرحمه زمان جات كالبوي نسمع فيه، فيجينا كانوا يجي يحكي كانت طرفه يعني، او كانت حاجه غريبه في الاسره. لما عمر يمشي في رحلات، يقول لك ولد الطيره اللي يمشي في المنطقه الشرقيه ديما. فعمي تكاعي ابويا قال جوزه باش يعقل ويقعد. كملنا يعني شبه ليش اللي هو اتوقع فضول، عندك فضول لا كبير. ليش لو مشت معي عند اوروبا يعني، ليش بعدين لما قعدت تتغير حسب المكان؟ تغير لما قعدت نكتشف العالم، تعرفت هنا في حاجه بس واحده من ليش مهمه جدا جدا. الرحاله السوري عدنان حسني تلو، انا مثلا اقول لك ابن بطوطه كنت نعرف ما كان قرايات كتاباته، لكن كنت ماشي في البنغازي لقيت كتاب اسمه 7 سنوات حول العالم، اي دراجه ناريه، رحاله سوري اسمها عدنان حسني تلو. امتى دار رحلته في الخمسينات والستينات بدراجه، مشى لعند بيت الابيض في امريكا، استقبلوا الرؤساء. من وين بدا من سوريا مشى قسمها 3 مرات. رحلته كملها بقطارات لانه تكسر طاح بالدراجه وقاعد يكمل. الراجل هذا انا كنت اتمنى شفته قبل ما يموت، طقيت فيه وقاعد امثل معه في حوشه وسويت شو ثم بعد اوريك الصور انا وياه. فكان نحكي له انا على تجربتي وهو يحكي لي على تجربته، فنقول له انت يعني انت التجربه بتاعك عظيمه ووقت بتاعك يعني انت مريت على ليبيا قال لي انا مريت على ليبيا 3 مرات، مرتين في عهد الملك ومره في عهد ما بعد الملك. شن قال لك على ليبيا؟ يحكي مبهر يسال فيها عاده ما زار شنو صار في ليبيا. قلت له حصارك وقت حصار واحد يعني اني ليبيا كان قال متوقع لها اني قال لي ليبيا متوقع لها كان ازدهار واج وعالم، لاني انا قال لي انا الدول اللي ما زرتهمش دول الخليج. قلت له عايش؟ قال ما كانش في طرق، ما فيش طريق، قال ما عنديش بالدراجه 50 60 ما فيش طريقه، ما عنديش كيف نمشي في الخليج على الرمله.
فليبيا يعني كان حكى عليها حاجة واجد، ذكر لي ناس وكيف استقبلوا الدولة حتى الملك وواحد حتى بعد الملك يعني حقيقة يعني ليبيا في رحلتي ساعدتني، اسم ليبيا ساعدني واجد حقيقة. وانت قلت لي بروحك اكتشفت مجموعة حاجات عن ليبيا وأهل ليبيا وانت برا. هذه شنو لما قعدت نشوف من الليبيين يحكوا لي على ليبيا، الناس اللي عاشت الليبيين برا، بعدين قعدت نلقى في الليبيين اللي عايشين برا حتى اللي في السفارات. وانا لما نتعامل مع السفاره ناخذ في جوازات او ندير في رسائل منهم ان بعض الدول يبوا يطلبوا مني، انا كنت ناخذ في تاشيرات في كل دوله اللي بعدها. انت في اللحظه تتكلم عن المكتب الشعبي مش المكتب الشعبي يعني. ايوه المكتب الشعبي اللي بمكتب الاخوه، في يقول لك الاخوه ومكتب الشعبي. فكنا في المكتب الشعبي ذاك يكون غريب اسمه شعبي، نلقى في تركيبه غريبه مثلا من في السفاره في المكتب الشعبي، واحد من هنا واحد من، فقعدت نشوف يحكي لي عن مناطق، انا من الاصابع، انا مثلا منين غريان، انا من اصابع شنو. فتعرفت وكانوا الناس لما نشوف نتريح لبعض الاشخاص نسلمهم اعز ما املك. شنو هو اعز ما املك؟ الافلام يا طارق. شفت انا كنت نصور بكاميرا كانوا موديل 71 عارف هذا الاف 1 القديم، كان اف 1 اي 1 اي 1 ولا 1 والمانول اللي هي نيجاتيف. فنصور نجمع 20 30 40 فيلم ونلفن ونشوف نتوسم في شخص خير ونقول له هذه روح بين، هذه روح بين، لان ذاك الوقت ما عندش كيف امكانيات. تحكي على امكانيات تو الراحه والنفسيه يعني 36 لقطه هذين عمري اللي تشوفين صور في الفريم. ما كنتش نعرف ان الا في الفريم ولا فيلم. حتى طريقه التصوير تعلمتها من السواق، نلقى واحد ماسك كاميرا تشوف طبعا اللغه. هو بس ليش تسلم فيهم؟ لانه وزن يعني ولا لا انا كم بنحط ورايا مئات الاف الافلام كملت يعني. تصور ان انا هي في العلبه ويبدا نمشي العلبه تتحرك، فهمت؟ انا ناخذ علبه نحط الفيلم مسكر في علبته ونلفها، نخاف ان فوقات في وادي مره شان ميه. فتعلمت اني اغف النايل، وكيف تعلمت بعدين اني لفت بشي في اكياس. طريقه اللف ما كنتش ندير فيها. بس وصلوا كل اللي سلمتهم يعني معظمهم 80% وصلوا، في جزء كبير ما وصلش. في حتى هدايا الرؤساء والملوك واللي يستقبلوا فيها في العالم يعطوا فيها هدايا يعني. صار في افريقيا واحد معطيني جلد نمر، وواحد معطيني سيوف ورمح زي اللي كان يعطوا فيه بنمشي فيه فهمت؟ في اللي اعطوني سلاح. انا في اليمن قبل اليوم اعطوني سلاح، اول مره نمسك سلاح في حياتي في اليمن. كلاش ما عمري قلت نرعش يدي تخذ مسك كلاش مسدس وواحد وال 14 ونص ولا بعدين ما خطاش هي في ليبيا بعدين كلها هذا كلنا قاعد في ليبيا ونشوفها. قبل ما تقرر وانت تلم في الشنطه والحاجات خلاص بتطلع من الحوش تسكر الباب تشد الطريق، في حاجه في دماغك انه راهو عندي كل شيء بس حتصير معي المشكله هذه، عراقيل شيء هيك قاعد في دماغك انك انت ما مرات يسبب لك مشكله في الرحله الطويله هذه يعني؟ تفكير هذا يا طارق يجيك تو بعد ما تقعد كبير. شفت العنفوان بتاع الصغار ويسمع به الشباب، انا كنت متهور. في صفه التهور كانت فيها، عارف اني ما فكرتش فيك الا كده. تصور اني انا لما كانت حاجه واحده بس اللي كنت خايف منها، اني انا نفشل نشمت الناس، نفكر الناس يقولوا بروح. لاني انا شنو درت كم مره نبي نطلع ونأجل فيها، نبي نطلع وما يصيرش، اني نعطي موعد وما يصيرش. فليش اني انا خلاص قررت نبي نطلع. فاللي شلتها معي حاجات بسيطه. تصور اني لو مفكر تو مش صحيح يشيل معي حاجات علينا. هنا شيل معي شنطه شن فيها شويه دبش، أحذية عادية، مش بعدين حصلت حاجات من بروفيشنال فهمت، مضاد حيوي بودرة مش عارف اللي حصلت اللي هي المعلومة اللي قدرت نوصلها من الناس. يعني أنت ما في كيف نوصفها لك، كيف نعبر لك. شفت سهولة اللي أنت المعلومات تحصلها تو تقول أنا بكرة نبي نمشي أفريقيا، عندك تطعيمة كذا، عندك تطعيمة كذا، خذ هذه ما تاخذها. أرى المناخ أفتح الابلكيشن والله عندك الأسبوع الجاي كله مطر في تنزانيا، لا نبي فيش الكلام هذا. أنا قاعد أنبح شنو المتاح، شنو الموجود. عندي خيمة هذه وعندي السليبن باج وعندي التموين هذين الجاف اللي خذيته والحاجات معايا، وستفت وبحثت وتوكلت على الله إني هي ما فيهاش إني حاجة. هذا الموجود خوذ ولا خلي هيك. أنت مستعد للمغامرة؟ أنا بنطلع يعني واحد طلع $200 تصور ماشي $200 هذاك الوقت. لا وشنو تزيد أخرى حصار $1 ب3.75
ليبيا دولة إرهابية ودعاية إرهاب، هيك الجواز متاعك ما كنتش نعرف إن الجواز وقصة متاعك، لكن كان في عزيمة قوية جدا جدا، وكانت في روح إني نبي نكتشف العالم. فيش لغة يا طارق، أنت طالع من ليبيا ما فيش لغة، ما عنديش لغة بقى. لكن شو اللي خلتني إن أنا نقول إن لا ذو نطلع؟ فترة الحصار كانت ازدهار للسياحة، كانت أتذكر زمان السياحة تجيب سيارات، شركات سياحة يجان على طريق تونس، زي ما يقول سياحة صحراوية في ليبيا. سياحة صحيح الزهرة كان هذيك الوقت في التسعينات، واحد كان جيسة. فنشوف الأجانب جايين لدولة أجنبي، جاي لدولة يقولوا عليها راعية إرهاب، يقولوا عليها وإنه دي غامضة وما فيش معلومات عن ليبيا. واحد ويجي قاعد معك بده يقول لك بكم هذه، ويدوي ألماني بس جاي يدوي ألماني. ذاك الوقت كانوا الفرنسيس أكثر شيء والألمان يجوا ليبيا، فهمت؟ يدوا اللغة متاعه. فليش هو يجي؟ أنا قلت هو يجيني وأنا ما نطلعش، ما كنتش أتوقع إني نوصل فوق غادي أنا. فالمهم ما كنتش أفكر فيها لا لغة لا شيء، كله توكلت الله وإني ضروري نطلع خلاص. فالمشهد كان مشهد زي تراجيدي كبيرة كم واحد يعني طالع من الحوش، الناس تتفرج تبحث العزاز وكل موجود. إني أبويا قال لي الحكمة اللي نقول فيها كم مرة، مثلا أبويا لما طلع قال لي شنو؟ قلت له إن شاء الله بتوكل. قال لي بهم حاجة، اعرف وين تحط رجليك، اعرف وين تحط كرعيك، وما تضحكش الناس عليك. لولا عرفتها، الثانية ما عرفتها بعدين بعد سنين قبل ما يتوفى بشهور عرفتها. لولا عرفت وين نحط رجلي نعرف اني نام وين نقعد في الاماكن هذينا. ما تضحكش الناس عليك، لا فلسفة كبيرة. يعني انت من ابويا اني كان سنه فرق كبير بيني وبين ابويا، مواليد 1919 توفى 2006 الله يرحمه، بس كان عقله متفتح جدا وكان متعلم. انه هو قعد سنين مثلا ما يجوش عويل، قعد 40 سنه ما يجوش عويل، بعد يجينا احنا. فهذه كويسه ان نحن ان نحن جينا في فتره زمنيه تختلف. ان ابويا كان متجوز بنت عمه وقعد معها 40 سنه، بعدها هي جوزتها ومره نقولها في الاعلام هي جوزتها امي، فهمت؟ هي قعدت 40 سنه ما تجيبش، فقعد معه وربعوا اخوه واحد، وبعدين تضحيه منها هي هو ما كانش مدوى، كان يسافر واجد وكانوا يعدوا حج ومشى. حتى زمان نشوف الحج في البابور متاع من قدس، وواحد من قبل ما تحتل حتى القدس، فكانوا مشوا بابور العثماني او حاجه ذاك التركي. كان دايركم قدر يعني، لا كان ما جيتوش بالسهل يعني. لا حتى متفاهم، يعني هو متفاهم فينا ان احنا بنختلف حتى مع ناس كبير، يعرف ان بنكتشف وندير، وحتى عنده متفاهم معنا كلنا كاولاد وبنات. فلما جاء قال لي الكلمه هذه عرفتها بعدين، ما تفشلش. لما تروح مثلا يعني لا عادي انك انت ما تخليش حد يشمت فيك، عشان ديرها وكم دير حاجه وتثبت وجودك فيها وانجح فيها، فهمت؟ يعني كانت لما جيت هذا انك انت كان يتبع فيا، وكان فرحان بنجاحاتي ندير فيه، وفرحان. امي الله يرحمها كانت تقول لي جو ناس البوك وقالوا لي انا في ناس ساعدتهم في رحلتي، يعني ممكن ما قلتهاش حتى هي، ناس تصادفتني اني انا تلاقيت معهم عندهم مشاكل وساعدتهم بدرتهم عائلات ليبيه ووحدين ففي منهم جو مش من بنغازي، جو عند بويا وشكروا وقالوا. فهذه والحاجه الثانيه كان ديما يسال مش بلهفه، يقول وين طق وين عدى، يجي مثلا في لقاء يتكلم. فقالت لي كان منزعج جدا لما انت غيرت خط وخش افريقيا، قال لا حول الله علاش ماشي غادي ولا شن يبي خاش افريقيا، ما كانش في المخطط اصلا. فانا طالع قال لي كلمتين هذين. امي الله يرحمها كانت تبكي والناس والذكرى كانت طبعا السبر بتاع ميه وسكر، فبرمت لها قلت لها جو حمام هذا الا الحمام زمان تحط له ميه وسكر يرد. فكانت تبكي، وحتى انا ممكن بعد دمعت بكيت فكنت عازم وفي اللي كان متوقع ان نوصل كيف قبل، نوصل عند الحدود، كنت نوصل عند طبرق واحد ونرجع كف دم. فكانت المشهد اللي طلعت فيه. شنو اول دولة وصلت لها وشنو اخر دولة سافرت لها؟ اول دولة وصلت لها مصر، واخر دولة جنوب افريقيا. كل وحدة لها حاجة كويسة. جنوب افريقيا اخر دولة جنوب افريقيا. اخر حاجة وصلت لها جزيرة روبن ايلاند. أنا استقبلني عميد بلدية كيب تاون، وبعدين شالوني لجزيرة متاع روبن آيلاند، فتحوا لي جزيرة مانديلا وشفته واحد. وفي وقت استقبلني رئيس وزراء جنوب أفريقيا ووزير خارجية جنوب أفريقيا ووزراء متاع جنوب أفريقيا. فكانت فيها الرحلة. بعدين طبعا صار فيها إن اهتمام من الدول من الرؤساء. أنا بروحي كنت مستغرب إن كانت حاجة غريبة. فهذه أول حاجة. ومصر كانت بداية لطيفة. أتذكر لما بت في الليل وصلت لحدود الليبية،
بتت مع مجموعة ضباط كانوا من المنطقة الغربية، عارف إنه كانوا يعكسوا يشيلوك. داروا لي عشاء واحد الصبح، لموا فلوس من بعضهم وأعطوني مبلغ مالي يقولوا ضروري هذا، يحلفوا لي عليه فرحانين بيا. فهم مخشين بيا للضباط المصريين، فواحد جاي يحك في شنطك، فالمصري قال إيه لا عمل لي فيها ابن بطوطة. قلت له ده منك عرفت ابن بطوطة ما أنت فاهم، فهمته. فهذه كانت مصر، هي مصر. واني نزلت بعدين جوني الامن متاعهم، وبعدين توقفت في مصر. عندي قصه، واحد كانوا مستغربين فيا واللي يصور في الكوبري يقول انت تتجسس على السفاره الاسرائيليه. من بدايتها هيك يعني صدمه جاتني، عرفت اني انا راكب على الكوبري نصور في بالكاميرا. كنت بندير حاجه، قلت انا خاش دوله زمان مش خاطر علي بين كان في الانترنت، قلت بنصور طرقات السيارات. قلت حاجة صار نبي نمشي نحق في المناطق، كل واحدة حتكون طارقة مختلفة، بنصور أسامي الشوارع مختلفة، بصور حاجات معالم هيك، بندير حاجة مش عارف روح شو بندير، بس بندير حاجة. فدرتها، فركبت على الكوبري هذا في علامة ممنوع التصوير كانت طايحة ما ندرش عليها. بديت نصور كانت السفارة في العمارة بتاع عادل إمام ذيك، عرفت نصور. بعدين شويه نلقى وحدين لابسين مدني يقول بتعمل ايه؟ قلت لهم قلت نبي نصور، ما قلت كنت نصور. فقلت لهم انتم امن الدوله، عرفت امن الدوله بتاع جوك. قلت له غير تعال، قلت له ما صورتش. فواحد يكنس كنس صوته قال يا سعاده الباشا بقول له ربع ساعه بيصور. قلت له شكرا. هذاك الامن الحقاني، هذا كان الامن الحقاني. فنزل لي فجاه طلع مكتب شايفين تحت لوطه مخرمت. بعدين خرطوني ناس شالوني في تاكسي، عرفت، ويبوني خلصة قبل. فكانت تجربة. أما بعدين مش مقتنعين ازاي رحالة، يقول لي كيف يعني ايه رحالة شنطة واحد ما كانش متعرف عليه يعني في الدول هذه، ممكن في سوريا وفي مصر عشان أكثر يعني دولة كانت التجربة فيها سيئة جدا لدرجة لو أنت عودت الرحلة الآن مستحيل ترجع لها. ضارك كل وحدة بحلوة. أنا مثلا أحكي لك أصعب مواقف، ما كانش عندي مواقف سيئة مع البشر. حتى لما خطفت في الصومال، أنا خطفت الصومال في 2003، خشيت الصومال كنت في جيبوتي، وبعد خشيت الصومال هي وحدة فرنسوية وحدة عارف أنت طليانية مقسومة بين جيبوتي والصومال، وحدة هي دولة واحدة. خطفوني يحسبوني أمريكي، بس يحسبوني أوروبي. نقول له أنا دويلة، هم طبعا ما عندهمش أيديولوجية معينة ولا توجهات، عبارة عن ميليشيا صياع يعني، خطف وابتزاز. لا هم أنا مشيت في الرجلين، أنا أصلا جاي هم قلت يسرقوا مشطوا ياخذوا مصطلح تمشيت بعدين عرفناه كله بعدين كلمة. أنا ربطوني في دوشكا من دش حطوني في دوشكا اللي عرفت لازم نحك فيها سلاح تو بعد عيوننا تو تعود العين، ربطوني فيها ولاورة في سيارة تخبط بيها. هم كانوا، أنا كنت في الخريطة نحدد نقاط توقفي ديما في الرحلة، نفتح في الخرائط. أنا أحكي لك عين خرافة، في عندي الخريطة رفيقتي عرفتها. أنا الخريطة لما كنت نفتح فيها نحدد في الخريطة الورقية الكبيرة عرفتها، تو جوجل ماب والحياة واضحة كلها، نفتح فيه ونحدد في نقاط توقف وين ممكن تزود بين بحاجات وأكل. حتى لو في نقاط بعيدة ممكن نستخدم مواصلات بحيث إني ما ننقطعش في النص، يعني ما يكونش عندي أكل ومية، بالذات أفريقيا لأن كانت مشكلة المية هذه مهمة. كنت في جيبوتي غادي في الجيش الفرنساوي أعطاني معدات، أعطاني البودرة تحطها في المية، هذه تو كانت متاحة للجميع قبل الجيوش، تحطها في المية تغيرها. الليباري متاع هذه كلها هني المرض الملاريا، قنابل صوتية بتاع حيوانات، هذه بعدين لقيتهم بعد 2.5 استفدت منهم. فخذيت وقعدوا يحكوا لي على المناطق، واحد عادي أنا كنت بخش جزء بتسجل إننا نسجل دخول صومال، خشيت وبنطلع بعدين حدود مشتركة ما بين الصومال وجيبوتي وخش اثيوبيا، فهمت؟ أنا جاي من أرتي، أنا عابر من اليمن. فمسكوني كانوا ياخذوا في قرية، لقيت عندهم سيارات UN واحد واخذينه وياخذوا يسرقوا في المواشي والحاجات اللي في الصومال. فشلون معهم، ما كانش في حد بيحكي معي. أول حاجة فضل الموقف اللي أنت تصير لك الرعب كرعيكي جمدا، بتركب حاجة مسقعة، تبدأ تركب مش عارف من نادر ممكن تو ماشي خافة، عارف حاجة مسقعة من اللوط تركب تحس عندنا حاجة مسقعة جاتك ما عادش تقدر تتحرك. هذا اللي صار لي، سلاح
عيطوا خلاص. مع اني كان صارت لي تسقيعه زيها بتاع الزلزال في تركيا، صار لي فيها مره، فهمت؟ وهي 3 مرات، وبعدين بتاع الاسود بتاع افريقيا. لكن الخوف هذا رفعوني رفع يعني، تو ما عادش حركه قعدنا لينا، عرفت علي كراي يشمر بوضعيه رجلي بنفس الطريقه. خذوني مقتنعين انه تشوف الصوره، ترجع للصوره شكلي انا عندي صوره بعدها صورتها وانا في اثيوبيا. واحد صورت مع العصابه؟ لا مش عصابه، صورت بعدين صوره شكلي كان قريب جدا. اول حاجه دير اكي لا رابط حاجه، انا لابس تيشيرت شيفارا، عندي سلسله متاع الشيش المارينزك اللي هي فيها حديدتين مكتوب فيها الاسم بتاع الجيش يدوروا فيها، لابس سروال صاعقه اخضر، فهمت ايش؟ اقنعهم انك انت ليبي افريقي، فهمت؟ ما فيش يقتل. ما نضيعش وقتك. قعدت 3 أيام، بعد تمردت عليهم 3 أيام الاولاد مربط خبطوا فيه من مكان المكان، تخبط في السياره طاف مية يدوب من قد. شوف ما عادش نقدر نزمط من هنا، ما فيش حاجه تقدر. طلبوا منك رقم تليفون حاجه شيء مش هم انا مشيت في الرجلين هيك بالصدفه يعني، مش انا قد نحسب ان 2003 قد بك حرب العراق، حرب افغانستان، ما هم ما عندهمش ايديولوجيه اللي قلت لك عليها انك انت مثلا، لا بيتاكدوا اني انا مثلا هل انا اجنبي او لا يعني، فهم يشوف خذوني بالشكل مبدئيا يعني. انا وياك اقنعهم من احنا مثلا من ليبيا انت تقول انت افريقي. انا لما كنت اقول افريقيا يضحكوا علي. انا واحد قال لي في افريقيا، قلت له ما افريقيا. واحد اللي مشكله وين في زيمبابوي ولا وحده من الدول، فقال لي انتم شمال افريقيا ما كمش افريقيين. قلت له بارك الله فيك، شكرا منور صيفت عندي. فانا نبي منه ورقه يعطيها لي، نبي حاجه جرى بنديره. ايوه في عند موغابي، هذا المعصي موغابي في الكونغو هذه. لا زيمبابوي في هراري هذيك العاصمه. نبي نمشي وين الشلالات، فهم نظامهم بوليسي غريب جدا. هذا موغابي هذا مات وشاف حي ولا دكتاتور كبير هو. ظني طلعوا إشاعة لكن ما ماتش. ممكن مرات المهم 1 سنة طلعتك غريب شكله. المهم فقعدت نقول له ان نحن على اساس نفس القاره، قال لي انتم مش ليبي مش افريقيين. فقلت له شكرا. خلاص سكر، خشيت له بالسكر سكر لي. لا خذوني بعد 3 أيام الاولاد. انا شنو طبعا تمرد، قعدت قلت له انا معش درت مع مش قتلوني، صارت لي هستير يعني. انا خلاص انا لي سنوات طالع. واحد اذا كان تبي تشوف جوازات، وعندي ذاك الوقت كنت في الخليج مصور مع شخصيات كبيره، امراء، وواحد نوري فيه في صحف كتبت يعني. ذاك الوقت ما كنت ندير، ما عنديش نقول له خش على الموقع الفلاني واخش على الصفحه متاعي، ولا خش على الواتس الدنيا هذه انستغرام ولا حاجه. لا ما عنديش شو ملف عارفه نايله، فاطل الجريده لما تغلفها بالنايل باش تحافظ عليها من المية، كاتبه عليك صور مع شخصيات معروفة في العالم، حاطم معي نرفع فين نوري فين اني انا شخص هذا الوحيد يعني. فيش ويب سايت وواحد كلام هذا. بس يعني على النقطة هذه بالذات اتوقع في حاجة في شخصيتك هي اللي فتحت لك البيبان هذا. انت مش محتاج ان حاجة تكون في شنطك باش تعبر حدود، ولا تفاهم مع قبيلة، ولا تتعامل مع شخص لغة مختلفة. في حاجة في تعبير وجهك وفهمك انت للناس واضح، مكون عندك ثقة بالنفس ان انا ما فيش باب ما نقدرش نفتحه ولا ندفه. هذه استمر معي انت وانا زمان نقول هذا رضا والدين توفيق من الله. الحمد لله. شوف يا طارق، ما فيش مكان حتى كان يقول الشخص هذا صعب وواحد الا الحمد لله نجي قدامه يتغير، نجي قدامه يعني. وانا شخصية طبيعتي يعني، حتى تو في لما نمشي اماكن في ليبيا، حتى كان في اماكن في نزاعات او ناس او بوابات واختلافات، واحد ننزل عليهم 10 دقائق اصحابي وحبايبي وخمسة، واللي بيها تسير وكلها تمشي وكلها الحمد لله. هذه طبيعتي، هذه شخصيتي انا شخصي هيك نحب باش تفهم عن الناس اللي يخليك انك يعني تدبر. والله يعني شوف طريقة انا لما نحكي معاها نتواصل معاها الناس، انا بصفة عامة انا ديما نقول فيها قد طبيعة البشر كلهم فيها بخير. انا لما يسألوا فيها يقولوا افريقيا ما في، قلت لهم حق لا اله الا الله، حتى اللي يخطفوني هذوما قولوا اصحابي. طيب وعارف بعدين شنو صار بعما انا نحكي لك انه تمردت وقلت لهم اقتلني، وواحد جاتني هستيريا خلاص. وواحد بعد حطني معاه في السياره من قدام، قاعد هم مش عارفين شنو يبوا مني، فهمت؟ بعدين معي شويه تموين، جيت مره درت اكل
أنا 20 صغير قالوا شموا في الأكل معي حاجات نبات ندير في حرايمي، مرات ندير حرايمي بالسردينة ولا ندير شكشوكة كان في داحي ولا ندير ففي حاجات معلبات فاصوليا فول أي حاجة. فكنت قاعد نطيب مكرونة نزمت صارت مرسكاوي في السيارة اللي كنت مربوط فيها لاور هذه الدوشكة هذيك وقت معي وكمان بتاع الصوت هذا اللي فيه كاسيت. فأنا قليبين ذكر في محمد حسن عندي وعندي شريط مرسكاوي وعندي شريط قرآن 3 أشرطة مش من حد يزعل عرفت عندي. فحاطن فنولع في السيارة وجو نستمتع. أنا نحب نعيش حاجة اللحظة يعني خلاص أنا قاعد في الجوال نكملها ونطيب واحد وقعدت مشط معه قريب نحضر فيها كلها يخطب نبي الراس نبي نوصل. قعدت نركز كل شوية يعني هذا درست معه بعدها في اللاقة عندهم واحد اللي معنا هو اللي كان نقول الهد متاعهم هذا إن هو بنوصل فيه وصلت فيه وقعدتني وصحبتهم كلهم. بس ما كانش في واحد يقول لي أبي أنا وين يقول لي كيف ما أقول أصبروا معنا. نين شو مرة مكان لقيت واحد في كيف جامع قديم في شيب جوا هدرست معي قلت هدي عربي واحد قلت له أسمع أنا 1 2 3 وهذين وريته وحاجات قال لي خلاص. فهو دوال الراجل هذا كلمة قال له تمام. فبعدها قلت له بيصير قال لي خلاص ما نعرفش أنت شو معانا قاعد عندما نحن نشوف تريته. طبعا هم قاعد يتنقلوا بيها مكان عاد يوم في الصبح كمان بعد ما شوي يقول لك درس نزل قال لك انزل قال لي تمشي هيك حتطلع بوابة متاع هذا هو قضاء بيها مسافة طويلة بك. أنا ممكن كنت حنقعد فيها مدة طويلة بك. الفترة صار لي خوف ورعب. وطبعا أقول لك المصيبة الثانية غير إحنا نسيناها ما طرقنا إني خش أفريقيا من غير تطعيمات هذه ولا حاجة. أنا كنت في اليمن شفت في اليمن ونبي نطعم كان في تطعيم يبوا يخش أفريقيا تبي السحايا تيفود والحمى الصفراء ومش عارف شنو ومرايا وحبوب ملاريا ولا مضاد حيوي بتاع الدقيق اللي معي من ليبيا الأول هو نفسه. تصور هذه شوف التهور. خشيت ذاك السفارة الليبية قالوا احنا نكلموا الإمارات سفارة في دبي وندزوا لك قلت لهم لا عادي أنا بتوه ما نديرهاش أنا صاحش حد يدير. فهذه سوى شوف شن داروا لي عليها بعدين. المهم فأنا قلت له باي تمام فرحة كملت خشيت وختمت ومشيت اثيوبيا واحد لعند ما وصلت في مقر الاتحاد الافريقي لما الفا عمر كوناري اتذكر شالوني يجروا للمنظمه الصحه غادي عندهم دوروا التطعيم. يقول كيف انت؟ قلت لهم سنه لي يا اخوي سنه نقص بين 4 دول قريب سنه ما طعمتش. التجربه بتاعهم اثبتت لي هذه اسوء ان ما فيش شخص سيء. الحاجات العاديه الحوادث هنا ممكن مره انا كنت في جيبوتي في منطقة عند جيبوتي عندهم جوا سلاطين تسمع زمان نقول ممالك وسلاطين. هم في الدولة في سلطان شوفت كاسة ما سلطان عنده حاشا السلطان هذا في لما ينصبوه في شفت التنصيب متاعه كان في ناس تسبحه تاخذ المية تبارك بها. هذا اللي كان يزور فيهم القدافي أيوة هذا ما أنا ركزت لما أروح يقول قد زار أخ قائد ممالك وسلاطين ودول هذول دخل دول يعني أنت في دول دخل دول هم يعني زي ما نقول شيخ القبيلة لكن هو يقول السلطان عنده مكانة وعنده يعني أنت تصور إن قبيلة لبسة قبيلة سبحة قبيلة ديلة ولا شرف لا هو سلطان على مجموعة من القبائل مش قبيلة هم سلطان على مجموعة قبائل. يعني مثلا في أنت وغادي في الهار في جيبوتي كانوا يقدوا بلغة العفر. لغة العفر هذه ذكر إن في واحد قلت له أنت شدير غادي دي بقيتها من سرت لقيتها مقامز في منطقة اسمها تاجورا قالوا دار توأمة مع تاجورة المهم تاجورات توجير هذا هذه في أكبر بحيرة ملح في العالم في جيبوتي. قال لنا نترجم في الكتاب الأخضر لغة العفر أسمع قلت له عليش قال لي يقولك حاجة أنا قريب فلان وأنا جاي نبني حوش عطالية بالعربي كانت في مركز ثقافي في جيبوتي غادي قاعد أنت ملك الدولة الليبية فشريت ليبيا هو مقامز يجيب وحدين ترجموا لغة العفر ما حد يديو بيها وما ذاك من يديو معاه يقولوا بترجم كتاب. ففي لغات ولهجات وواحد لما فالقبائل هذوما شفتهم يقامز يعطوك هدايا جلد نمر يعطيك شافشون يعطيك حاجة سلاسة سنون تاع حيوان هيك ستايل متاعهم فهمته. انت فوق من 100 دولة أكثر من 10 سنوات أكيد في مليون مفاجأة بس ديما تلف وتدور وترجع لليمن
أنا أتوقع يعني صدمت بتجربة ما تعرفش عليها حاجة. ممكن الآن جماعة في اليوتيوب شافوا مجموعة حاجات فاهمين الفكرة، بس أتوقع حتى لو شفتها مليون مرة في الفيديو مش لما تشوفها قدام عينك. أكيد الوقت هي ديما تحط في بالك يا طارق إني ناس جيل دول ما عنديش عليهم أي فكرة مسبقة، خاطي المعلومات والبروشورات اللي يعطوا في لي السفارات. يعني تو مثلا نجد مثلا في كيف الإمارات، وأنا مثلا يعني عندي تأشيرة خارج، بس مازال قلت ناخذ عمان لأن كان في مشاكل سياسية بيناتنا، بس عطوا عليها مجاملة. وناخذ اليمن، قدرت ناخذ مثلا أفريقية، بديت ماشي أروح لأفريقيا فقلت ناخذ، فنحاول ندير. فأثناء أننا ناخذ في تأشيرة من دولة معينة يعطوني بروشور كتيب نقراش إن هي زي بتاع الدعاية إنه يوروك المدن، يوروك ما فيش تفاصيل واجدة، صور جميلة، مناطق جميلة سياحية، آثار كان عندهم وخلاص. ما فيش ريسيرج ولا تلقى واحد يوتيوبر ماشي مقعمز غادي أجنبي أو عربي يشرح لك بتفاصيل أو شيء حاجة شيء يعني كأنه ما فيش ولا صورة في ذهنك، حاجات بسيطة. حفيد ابن بطوطة الدريسي ابن ماجد، سميني ما سمي، هذا اللي كنت أنا مستكشف. مستكشف قلت غصبا عني نروح المستكشف، يعني أنا نستكشف نخش شنو هذه، وين هذه، شنو من بيشن فيه هيك بمعنى شنو فيه. يعني أنت في الخريطة نبحث، لما قعدت ناخذ نستخدم في خريطة ورقية نقدر نقول مثلا صحار ما صحار، راس الجنس ما راس الجنس، نقول لك راس الجنس أوكي. أنا أعطيك خريطة نقول لك شنو راس نالوف، السدرة، جداب، زلة، هيك تبي تمشي في خط أنت بيشن هي لما توصل سالته وتشوف أو تسأل الناس. فتجربة عمان حولها على جنب. وصلت أنا خشيت عمان، دولة ما شاء الله عليها بجنب، عندي فيها تجربة جميلة جدا. وصلت وين؟ عند صلالة أمور تمام يمين، خلاص طالع من الحدود العمانية. يتصور التقنية يعني قصدي متطورة لدرجة أني أنا في كابينة بتاع تليفونات درت كلمت بها آخر مكالمات عندي عملة كلمت بها وختمت وخاش لليمن. كلمت إن حاولت أتواصل مع أهلي، ديما فرصة إني نوصل أهلي وأنا حنحكي لك عليها. هذه ذكرني بها بالله يا طارق، قصة الكابينة والتليفون. شو لون الكابينة؟ الكابينة لون لا اللون اللي فيها الرصاصي اللي كانت مضربة الرصاصي، ما فيش ألوان. نتذكر كل زي ستيل عرفت ما الألوان ذاك في أوروبا كان يقبلان فيها، ممكن حاجة درجة حرارة ممكن حاجة. المهم الفرق شاسع ما بين أول ما قلتك تغيرت الدنيا، ملامح تغيرت. تتكلم على حدود العمانية اليمنية، طريق معيش فيه طريق تراب نكرة. فأنا مجرد ذيك لقيت واحد طالع من براكة، مصطلح براكة شاف كوخ نقول نمقو أو حاجة زي مفتاح. مثلا هذه 2003 بداية 2003 يعني بعد اليوم خشيت في أفريقيا في 2003 قعدت فيها. المهم خشيت لقيت الراجل واحد طالع طبعا مش عارف مصطلح قولنا، أنا ما كنتش نعرف إن المعوز والحضرمي والتفاصيل اللي عرفت إن عندهم يعني قعدت سنوات ما حد يعرف إن عنده تو ممكن تفاصيل اللبسة اللي لابسينها اللفين. أنا ما نعرفهاش مرة أسمع بها منك أنت. تخطيطة واحدة حضرمية وأقول شرحوا لي جو لابسها، ولابس الجنبية اللي هي الخنجر يقولها جنبية كيف نازلة، وفيها شكارة بورز شكارة مدلية وفيها قط نعناع هذا ولا صفص ولا فهمتش حاجة خضرة، وفي شدق هذا طالع يقولك نازمة وكلاشن قصدي ما ركبتش عندي الصورة ما فهمت قلتك. المهم ماشي نبي نقول لا ندهز معه قال هو بحث فيه قال شايف قاعد يدوي دوا وهو فما في حاجة انت شايف الكرة كم حجمها يخزنوا بالست ساعات قاط يحطوا فيه يمضغ يستفى بس يستفى يقعد الخد مشحوط كأنه بولة يعني. في اللي طبعا البروفيشنال هذا يعبي في 2 في قلت لك يحط اللي يعبي يمضغ جلسة القاطي تخزين القاطي يستمر 6 ساعات هم يخزنوا. ففي العادي اللي هو مش يعبي شزق واحد والتاني يعبي 2 هذا بروفيشنال 2. فقاعد يدويلي ما نقول شنو انت اصلا اول لهجه غريبه عليك فبالك فما انت يدوك ترى انت باني عافك فلاشه عند ماده غريبه زي احنا. انت جاي انت لما نجي نقول واحد اليمني نقول انا دخلت اليمن من المهره والغيث يقول يا مهره وغيث كاين واحد يجي نقول لك خاش مواو الناموس انت
فهمت. المنطقة ذيك صعبة كانت بعد اللي خشيتها صعبة جدا بعد وقت. فخلاص قلت له أنا ما دويت معاك، حاولت نفهم منه، فخلاص قال لي بجواز، خذ جواز، قاعد يبحث في أول مرة في حياتي يمسك جواز سفر ليبي في حياته، عمره ما طبعا المنطقة ولا اليوم أحكي لك. هو غربش رجع شريط شوية، هذا اللي لابس طلع أوقات هذا بتاع جوازات بوكيال هذا يعني قصدي هذا بتاع جوازات. أنا اللي هذه صدمة أصلا. أنا صدمة منظر. أنا مع احترامي أهل اليمن وأهل حضارة وأهل يعني أصدقائي ونحبه، أنا ديما أقول اليمن هنا ممكن من دوقت اليمن من أكثر الدول طلت فيها بقاء وحبيتها اليمن. أنا نقول حاجة، والدول لما يسألني واحد نقول له من الدول إن هنا بنزورها مرة ثانية ومفصفصة أكثر. إيه بعد تكلم أنت حتى على الحقبة هذه مع آخر التسعينات 2003، حتى إحنا عندنا نماذج في المطار كانت تخوف وهم يعني. طبعا التركيبة طبعا كانت غايبة علينا، هي غريبة على شكل، فهمت. فالمهم بنية تحتية طبعا منهار يعني زي ما نحكي لك منتهية زي مثلا نحن أو أقل منا بشوية في المناطق الحدودية، لكن بعدين مبنى مقامزين على الوطاء، مفيش مكاتب، خذوه بحث شاف التأشيرة وفيها توصية، التأشيرة اليمنية، فهمت، معها توصية من الحكومة، رئيس وزراء، عندهم رئيس المؤتمر الشعبي العام، عندهم واحد رئيس المؤتمر الشعبي العام. المهم فرحوا بيا، وليبي يقول عمره ما حقينا ليبي، عمره ما جرب، ولا اتوقع ان البواب هذه مر منها واحد ليبي بعدي، فهمت. فالمهم قاعد يهدرز علي ويشوفني خلاص انا مستغرب، كنت وليدي معي وانا اشوف بعيون قات وجنبيه واحد مش دال انه هو رجل امن او حاجه، ما فيش. خلاص ختمت واحد وهي شنو مشت. لا قعدت نسأل القاط، طبعا القاط هي عادة يمنية زي الشاي الأخضر عندنا احنا في ليبيا. جربت القاط ونقول لك أنت جربت. أنا في الأول طبعا ما ندريش عايش هو، ما درت خد ولا خدين درت، خشيت أنا على الرئيس بتاعهم لابس دير مخزن قاط ولابس المعوز اليمني وحاط الجنبية وواحد وعندك والكلاشة، بس حولت خشيت على الرئيس بتاعهم الحكومة بتاعهم. الجنبية اللي هو الخنجر هذه الجنبية بتاعهم لبسته ده. أنا قعدت نشوف فيها لقيت عادة الناس لما وقت اللي خلاص يجيهم ضيوف وحاجة. طبعا أنا وين جربت في حضرموت، وادي حضرموت. طبعا لما خشيت وادي حضرموت هو قريب 300 كيلو، في شبوة وشبام. شبام هذه يا طارق أتمنى أن أنت لو مهم أنك أنت تزورها ولا تشوفها. أول ناطحات سحاب في العالم، عند في العالم أول مباني عالية في العالم كانت فيها فوق 1000 سنة. كم طولها؟ طولها فوق 7 مباني بالطين بنين واحد مرة. وكان يقال، هم حكى لي أنا العميد بي طبعا كلها مبنية بالطين والخشبة، وكانت هي في وادي والمية تجيها من فوق الجبال تنزل بقوة اندفاع وتركب لعند فوق. يقال إنه كان سبب إنه ما طحنش من الزلازل والمرة ما قلنا هي كانت في مكان مراحم تاع إبل، وكانت في صفائح مخلفات الإبل يقولوا عليه إنه كان عندنا كيف الصفائح لما كان يتحرك كان تحت منها. هذه هم يقولوا لي أهل شباب، لكن ما صار شيء. فقعد يحكوا لي في التورز الدرولية غادي هم المنطقة واحد بعد التخزينة. فنذكر موقف صار في موقفين صار لي فيها شباب، موقفين في واحد ما صرحش من نواجد. موقف الأول قاعد يقول لي شبام هذه منهاتن الشرق. قلت له منهاتن عمارة منهاتن قاعد تنبحث ما عجبتنيش هيك والله بروح. قلت له معلش بنسأل، قلت له أين يسمى؟ قلت له القديم بالجديد ولا الجديد بالقديم؟ قال لي كيف؟ قلت له توا منهاتن بنات توا، مفروض منهاتن تقول هي الشباب، هاب منهاتن هي الشبان من الغرب، باب قاعد يطلع عجباتهم وكتبوها في صحيفة عندهم باب. وحاجة تانية كنت فمعاش نبي طبعا التجربة تغدينا واحد فيبدو يخزنوا ياكلوا فيه، هي نوع كيف الصفصفة كاشبه هو في قط طعمه ما هو طعمه زي طعمة النبتة العادية، يعني مش مثلا نقول لك فيها حموضة ولا حار لا، نبتة طعم النبات لو انت ما فيهاش اي مفاجأة. لكن هم عندهم انواع، عندهم الصوتي والحالي 3 انواع قات وحسب انت المربور وجوق التلمن. طبعا في قات غالي في قات رخيص حسب حالتك الاجتماعية نوعية القات الجودة متاعها. يعني طبيعي ما يندار لشيء من النبتة طول لا نبتة مجرد نقص بطول معين ويكون نموه بشكل معين ويلتف في شاش أبيض مبلول شوية باش يحافظ على رطوبته ويبدأ يمتضغ
وبس ما امضغ بس ما تمصش اللي مضغته زي المضغه تنفع برا تحولها باب، ويشربوا معاه في عصير ولا حاجه جزء ضروري يحدوا باش يغيروا الحرقات السهانه ولا الجفاف عشان يصير بعد ويحطوا يخزنوا بين يحطوا في الشدق يمتص يبدا. فيقول لك ضروري تخزن 5-6 ساعات. يتصور الدنيا تموت. يعني نذكر في الحرب الأهلية في 62 عند 78 ولا 74 الحرب الأهلية في اليمن، كانوا وقت التخزين القات توقف الحرب، الجبهة توقف، كل واحد يعدي قامز يخزن بعد يكملوا الحرب متاعه. يقول انك تخزن القات بعدين بعد فترة اللي انت 4 ساعات تحولها تبدأ متكيف عدد الوقت اللي خزنت فيه. يعني انت خليت هذه 4 5 6 ساعات لما تحولها تقعد جوك سمح عند 4 شحن بطارية. والحاجة الغريبة اللي شفتها تو نقول لك حاجة، اني انا لما جيت فخاش مرة جامع قد عوي صغير حاتفوا فيه اطلع يا كافر اطلع يا كافر مسكتك قلت له بالله هيك قول من قال يحسبك اوروبي. قلت له قول من اللي قال لك الاسلام حكر على العرب مسلمين؟ قال لي احنا اصلا عندنا شياب يقول لك لو حتى كانت عندنا احنا في ليبيا مش متخيلين ان واحد مسلم ما يدوش عربي زمان شياب. يعني انت لما تجيب مسلم الماني ولا ملونه ولا فكانش متخيلين، كانوا يعتقدوا ان تجد الاسلام مثلا فمسكت شمرته قلت ترى كفرني طلعني من المله كيف دي؟ قال لي اصلا كنت الماني ولا امريكي، فهو خايف انك انت تخش للجامع كسواح. وصدمت ان في سواح بالذات الالمان ديما يدعكوا الالمان هذوما يجوا ويشروا في بيبان قديمه عمر 1000 سنه و500 سنه ويرفعوا فيهم معهم لالمانيا. فنلقى في سواح قيمات السائح يخش الجامع فهم يقول اطلع على اساس انه ما هوش مسلم، فهمت؟ فقلت لهم عادي حتى وانا فخشيت. هذه موقف الاول. في موقف تاني في اليمن انه هو لما هدوني سلاح وملحق سلاح وكلاشن واحد، لا ما ترداش وين نمشي بيه وانا المهم بعد قلت لهم بيبدلوا لي مسدس صغير، عرفت؟ مسدس بعد مش تخلص مسدس نقدر نتخلص منه بسهوله، عرفت؟ فلاحظت ان في عندما شباب في شبوه مدينه شبوه اكثر من كان في سلاح، كلهم شايلين سلاح. ما سمعتش ولا طلقه يا طارق، ولا طلقه فتت قد، ولا عصبيه، ولا اني شفت مشكله متاع حول انزل نوريك مش يديروا مشكله سياره يسوق ما فيش رايقين. شو السبب يعني ان كل واحد عنده صارت حروب قديمه؟ الحروب احنا شوف تجربه الحرب مثلا احنا شوف كنا عندنا سلاح يعني مش حوش ما يقلش او نادر تلقى حوش، فكميه السلاح اللي يخش عندهم وقال الثقافه ان كلهم يشيلوا سلاح. تصور ان حتى في صور ان يخش يفتش فيه حتى كلاش فوق ظهره وخاش المظاهره، فهمتني؟ يعني كلاش هذا جزء معه. انا لاحظت ان يخش الجامع مع قاتل يحاولوا يخشوا قاتل يعتبروا فيه انه هو مش مخدر او حرام، يقول يعني حتى تلقاه متخمره تخفيقات. فلاحظت ان الناس فانا جربتها معهم، خزنت واحد ما مشاش معي حقيقه، بس جربت شو قالوا لا ضروري تجرب القات. الشعب بصفه عامه شعب ودود، يعني شعب ما فيش مش عصبي واجد، هم يقولوا انه حسب لكن شعب يتعامل معه بلطف، ما إقامة وكلهم ضياف كريم. ما صرفتش حتى فلوس غادي من قلة، ما سكنت ممكن في صنعاء سكنت في فندق، باقي كله يستضيفوا فيا واحد. ولقيت ليبيا عندها بصمات غادي دايرة، لقيت مصفاة بتاع البريقة. ليبيا بدايرة مدينة اسمها عمر المختار، دايرة مركز تجاري وشقق فاخرة في 97 فتحتها في صنعاء كبير غادي، ويحبوا الشعب الليبي. لكن الدولة انك انت فيها تركيبات غريبة، يعني المناخ يختلف من مكان لمكان الشعب. فهذه يعني اليمن مشيت طبعا بعدين اجت تجربه بتاع عرش بلقيس، يعني اني لما مشيت كنت في صنعاء فقال لي واحد ما مشيتش سبا، قلت له سبا شنو فيها؟ قل كيف يا سد مأرب وعرش ملكة بلقيس. انا في القرآن ذاكرين واحد، فهي شديت الرحال لها. فكانت واحدة من حاجات تجربة اني انا وصلت غادي قبضوا علي الامن بتاع، أنا كنت ماشي العرش هيك واحد مسكوني الأمن واحد يصل فيها ما كانش بين أمن يبوا جواز. فأنا شنو عندي جواز، في جوازات معي منتهية صلاحية طايحة، فمش نعطيهم الجواز متاعي فنحتفظ بين جواز، فما اديت له جواز تاني وشالني وين شالني مكان البحث الجنائي متاعهم.
ما مربوعك صارك كمبيوتر على طاولة شلتاتك فرش منادير عفتها متكين قلت عليك جو سمحة وين نطيت معه. طبعا مرات انت شوف بتاع النط هكا بتاع نندمج عارف. انا لما يصير موقف زي هذا خلاص خش فيه بطريقه غريبه نتك معاه ولا كأنه شيء يبحث ويضرب. قال لي انت ترى انت تاكدت ان الجو ان هم فعلا جهاز امني مهم هيك. فطلعت له الجواز الثاني ولكن وقت كنت مسافر شافه بعد طلعت له ورقه معي تصريح من رئيس المؤتمر هذا اني لما حد يتعرض لي في اليوم ونتعامل قاعد معه. تحتك سلاح في لا حاولت انا اذكر اعطيتها لواحد بعد ما اعطيتها له. هم يقول لك هذين هم يفرشوا بيها قنابل يدويه عرفت مفرشين بيه بيبيعوا فين الرمى. هذا كان زمان بالنسبه لي كانت. وبعدين قعدت عادي ايزي لما انت توصل في مرحله انك انت توحنا في ليبيا لما اول مره شفت سلاح انبحث نذكر نشوف تحسها غريب. بعدين تو كلها تشوف سلاح وكلها الصغار وكبار ويحطوا فيه. فانا بالنسبه لهم انا مكبر الموضوع هم عادي يضحكوا عرفت. فمسكوني شافني بعد قالوا ايش ما وريتني من الاول وعاملين معامله كويسه وكل شيء وردوني منين ما كنت. واحد اللي شدني في الموقف اني انا لما بشوف عرش ملكه بلقيس ان الطفل صغير ما عاد جاب لي المفتاح فتحت وخشيت المكان اللي فيه العرش. فقعدت استحضرني هيك ان سيدنا سليمان كيف انه قال من يجيبها الجن وقال عفريت اني كتبت عليها يعني انا كيف هل هو ذا العرش هذا هو العرش اللي يرفعه سيدنا سليمان جابه. هل هو رد يعني انت في الصور تو مريلاك صور العرش قاعد الارصاد متاعه ومكانه وواحد وشوف كيف كانت حضاره عظيمه سد مأرب وواحد وانتهت. فانا قاعد تشوف فين ذكرت في القرآن وخلدت في القرآن ان العرش. قاعد نفكر نقول هذا مشى ورد ولا مشى عند قدس اسمه بعد ردوه انا حطوه. فقعدت انا تساؤلات عندي وكيف عرش بعظمه ملكه بلقيس انتهى به المطاف انه عند عي صغير في محل مواد غذائيه قديم ماسك مفتاح متاع الملك. شوف السخرة القاضي عليك. لا هي ميزه لما القصص هذه اللي نقراها في التاريخ ولا نتعلموها تتيح لك فرصه ان تشوفها قدامك في متحف ولا في حاجه تتعلمها من جانب آخر تقعد تطرح في أسئلة ترسخ في الدماغ رهيب. بس أنا نبيك قبلها عندك خيارين نرجعوا للتليفون الرصاصي في الحدود مكالمة. أنا تو أحكي لك كيف نربطها لك قصة. أوكي ما تبيش الخيار الثاني؟ لا ما نسمع ما قال لك خطأين بتاع قال لها خيار A B قال لها تقعد عايش مع جوزتك ولا أنا عرفتك قال لها خذ لا التليفون واحدة من الحاجات كانت هي التواصل أن هناك كيف نتواصل مع علي. فمن مدة طارق كنت أنا في 2009 كنت بنهاجر كندا أنا وواحد صاحبي درنا إجراءات وواحد. فسبحان الله في الفترة اللي أنا كان هو طلع بيطلع وطلعنا إجراءاتنا درنا كنا أنا اكتشفنا عند أمي الله يرحمها مرض السرطان الله يحفظنا يحفظكم باهي. فخلاص أنا لغيت الموضوع وأنا قعدت في فترة العلاج أنا وقتها نحن معها يعني سافرتنا وياها في العلاج واحد. فخلاص لغيت القصة دي. بعدين قعدت معي بعد هي كان جوزت أنا من ضمن أمنياتي أني أنا نتجوز قبل ما يتوفى. فخلاص هو مشى وأنا توفت أمي نهاية 2010 جت الثورة. فمن مدة كلمني يوري فيه انه شاري حج جديد في كندا خلاص استقرار اصل جنسيه وواحد وان عنده يوري فيه قاعد يولع كاميرا ويقعمز يوري فيه الحوش ويوري في صغير ولده يلعب ونهدرز معاهم في الحوش. فخطر على بالي معاناتي انا في الاتصالات ما هي. كتبت عليه احكي ان نحن زمان لما كنت نبي نتصل يا طارق كنت ندور في التليفون اول حاجه في صفرين في دول زي افريقيا ودول فيها نظام الشيوع ما كانش صفرين متاح زي ليبيا زمان ما كانش متاح. بعدين دير طلب ولا عند ناس في الدولة عندها 2 صفرين ما فيش خط الدولي ما فيش كله محلي تبدأ كده والدولة تبي تأذن مسبق ومن أمن الخارج والداخل وقصص هذه بقى. فنبى نحصل طبعا نبى تليفون في الشارع تمسكه ورحلتي كانت إمكانياتي بسيطة فلوس. فكان عندي العملة هذين قبل ما يديروا الكارت بعدين داروا الكارت هم في دول لكن دول بتحط عملة. فنتصل على ليبيا انتو حظة كانوا شتاء يا طارق ما أنا مشكلة في اتصالات البير في مية
الخطوط. فنكلم نحوش، كان كلمت امي نبدا نكلم في امي يعني قد ما نقول بنكلم مرايف ما يسدنيش، نبدا نحق في الفلوس يكملن العداد انا نبدا بابا نحط فاخر عمله تحطها يا طارق، تحطها وتبدا انت خلاص ما عادش فيه وبيت. لما تسكر ما دمعتي تنزل نبكي، نقول نبدا شو مرايف ونحكي ولا ما ترى اعطيني شويه ما تحس روحك انك كله ما مشاش كله تعيط تجي بسرعه مش مركز، فهمت؟ لان شنو تحكمك العمله دي. واوقات نكلم نلقى تليفون خارب، نحاول نتصل اقرب ناس ساكنين يلايا او نتذكر ارقام قاعد نقل، نقول لهم بالله عليكم انا حنتفكر تو نكلم بعد ساعه، كلموا امي واحد من هذه يجي عندكم نكلم فيه. فهذه كانت معاناه كبيره جدا ما تاثر فيها. كانت لحظات السعاده لما ننزل في المكتب الشعبي، ما عرفته، فنلقى ناس المكتب الشعبي نفسيات، انا اللي بينا في ناس ساعدتني واجد، في ناس طبعا ما فيش بند ان هم يقول انه يساعدوني، بند صريح، هم وكرامهم هم وفزعتهم. يعني انت مرات يجي واحد يقول لك خش لي في مكتب حط لي تليفون يقول لي ادوي كلم من بتكلم نبدا فيها بالذات ايات كلم هالي كلم، بعدين كلم الناس اللي عندهم بصمه معايا، كلم طارق ساعدني في لندن، كلم محمد اللي دار لك، نكلم واحد نقول لك كيف حالك طيب، هذه جيت الان توا ناس وقفت معي نتصل بيهم، انا وصلت الدوله الفلانيه وانا قاعد في الدوله الفلانيه، ناس دير قوائم نكتب فيها ارقام قاعدات انت وعندي تواصل معهم. فهذه كانت. وفي وحدين مثلا مكتبي لما يجي تطلع تلقى مجموعه موظفين لمي لك مبلغ ويحلفوا لك يدسوا لك كيف يجيبك يدسوا لك مسكرنا بظرف يقول لك انت تدير في حاجه ليبيا. كانت حاجه غريبه يعني يساعدوا فيك. انا نقول حاجه ليبيا ساعدتني وما قبلتش مساعده من اي دوله، انا عرضوا عليه الدول اللي عرضوا عليها دول الخليج عرضوا عليهم فلوس ومساعدات عرضوا عليه. بذكرها كنت نقول لهم ليبيا مكفيه وموفي، انا دكتور قاسم حكم شغل يقول بارك الله فيك وعد، قلت لهم انتم استضافه الخليج استضافوني اقامه مواصلات زي ليبيا، انا دول ليبيا حقيقه من زمان ليبيا لما يجي اي ضيوف من برا وفود واحد ليبيا ما تعدلش على العدد، تسكن توكل تشرب تصرف تذكر طيران ويردوا، هذه يدير فيها ليبيا. الخليج نفس الشيء، الخليج لما كنت نزور فيهم كانوا هم يستقبلوا فيها الوزارات نتاعهم اهتموا بيا، وصلت لدرجه امراء وواحد يرحبوا بيا، قعدت سكنت وشربت وكلت، لكن فلوس ولا حاجه ما قبلتش عرضه مسوا علي ما قبلتش، وقلت تمليه مكف فعلا جالي ليبيا في دبي وفي الامارات ارقام كبيره مدوا لي ناس معرف. فكنت السفارات الليبيه دون استثناء اقامه على طول 5 نجوم، هذه مكفوله اقامتي في العواصم مكفوله كانت. يعني انت شيء يقول لك اتذكر زمان يقول لي نقول الفندق غالي ما تحسبه يدفع، قال احنا عندنا اتفاق، قال انت اسكن فيه ولا رد لخيمتك. يعني انت مثلا تسكن في فندق مثلا نقول الهيلتون ولا شيرتون ولا ميريديان ولا اللي هو قبل فخم، تشوف القيمه بتاعها عاليه كومبليت ماخوذ غداء وفطور وعشاء وتغسل حتى الملابس، يتزوج حاجات تغسل الشخشير بحق الشخشير 10 جدد. فجيت سالته قلت له مره قلت له يا راجل تكلفه عاليه هذه يعني ممكن بمبلغ هذا تسكن به انا في ما تقول انت صراحتك انت الراحه الوحيده عندك في العاصمه. العاصمه بدا استغلها واطلع. لان اقول احنا عندنا اتفاق عندنا ديل مع الفنادق هذينا للاستضافه. بنسالك حاجه، يعني انت اجتماعي درجه اولى تحب الناس وعندك قصص تتكلم، بس اتوقع 90% من وقتك تشق في الطريق تتمشى ولا في خيمة ما فيش بشر، وحتى لو في بشر ما فيش لغة رابط ما بيناتكم. في ساعات طويلة من حياتك من 10 سنوات هذه انت مع نفسك، كيف تقضي فيه الوقت؟ شفت التفكير خيال. نبدأ نتأمل ونشوف ما صارت لك شطارك تقعد طالع من نقطة وتمشي النقطة تقول أنا كيف وصلت، تمشي مثلا تسرح هذا هو أنا. ونفس الوقت مركز في محيطك، توقف على الإشارة تشوف يمينك تشوف حفرة تشوف طريق هذه كانت سفية. وكنت مفكر ولا بس كنت نتواصل بضحكة بإشارة. تصور أنا في أفريقيا قعدت مع القبائل باهي نحكي فيهم في الأول كل قعدت نقول تعال يا حميد المن من المصايصة تعال هدزي بالله عليك شو هيك بش ما نقلقش. عارف شن قعدت ندير أنا في قبائل أفريقية يلبسوا أزرق بلو، وفي المصاي يلبسوا أحمر
أزرق وين كانوا مثلا جيت ملاوي وحدود فوق وجيت تنزانيا، وفي تنزانيا وكينيا وحدود أوغندا من وين ما في أرض المصاي يقول لك كلمنجارو. جيت كلمنجارو هذوم يلبسوا حمر، فنقول المال من البصايص الحمر ولا الزرق. بعدين يبدو يدول بيفهمون يقول لك شير لي ونقول له باش زعما هيك نعدي الطريق يعني اموره ما يزرقش عليه شي حاجه ضابع اسد. هو يبحث فيها يدوي في الهوسه، في يدوي في السواحيلي، في من يدوي في الزولو هذوم. فنبدا شنو هذا انا مستمتع بالتواصل. يعني انا قعدت معهم كليت شربت. انا مره شايلين يكروا فيا شالوني موسم اصطياد النمل. شوف جوك اول مره يا طارق اشوف نمل داير ناطحات سحاب. شوفها ارجع لها في اليوتيوب تلقى النمل داير بيوت مخروطيه بالطين طول امتار اطول منك، يعني تلقى كيف جبال باهي كيف صنع باللعاب متاع صنع يابسات صلبات وداير تصريف مياه يمشي المي كيف مطر تخش عليهم تهويه تخش لهم وصار بيبدو يتعاركوا هم القبائل هذوما مع القردة اللي جاية تحفر حتى بتاكل مع أكل نمل. كسر هذيك الوقت تكون النملة طالعة كبيرة فيها جناحات وقت زي ما يصير في أنا عندنا وقت الطلع يطلع بينتشر. فشنو ياخذوه يدوروا كيف القلية، ياخذوا نمل يدوروا هيك زي القلية، عارف القلية الحمام حاجة طاجين ساخن هيك يحطوا يبدأ شو ينفخوا جاه هناك ناكل معاه في النمل نقول ما هو غزال صيدوه بالله. والله مرة الدود يقول لها متاع تيمون وبومبا بتزلفط لكن بتملى التنك. عرفت هم مش نباتيين يعني ما يصطادوش في اللحم، ياكلوا كل شيء ياكلوا في اللحم. بس عندهم وقت احنا تونا نجي نقول لك بالسعودية او موسم الجراد تو امس شوف السعودية معبين جراد يبيعوا فرشين بيه يعبي في شوالات جراد. تو انت منا يفتكوا منه ومنا لا مش هيك قاعد. انا اعتقد ان هي شنو عادة تو السعودية عندهم يبدو يكافحوا عادي لكنه جراد مثلا عندهم ياكلوا في الكبسة واللحم الواحد وكلها خيرات موجودة كلها، لكن جزء من التراث ياكل فيه هو والضبط حال منهم في الصحراء يلحقوا فيه. فالموضوع انك انت تضب ننقرف. انا توفى في الرحلة ناكل اي حاجة. يعني واحد مسبب لي مشكلة طارق وانا دي منشبه نجي الواحد نجي نقول لك يا طارق تو نطلع مثلا تعال يقول لي والله نقول لك لا فكني منها تكون ممكن تاكل في الدود وهذا نقول له لا نقول لهم هذا كل شيء هذه نقرة وهذه نقرة. هنا مثلا عارف من حاجة قلت لهم شربت الحليب بالدم، كليت التمساح، كليت القردة، كليت الحشرة هذه هيك بتاع تمسكها مخل يقول لك تطربك جوا فمك عارف كليت جربتها معهم اي حاجة يدورها درتها معهم. احفروا يطلعوا في جذر كيف البطاطا كي ويدوروا لا طقوس هم معينة أجدادهم دروا نفس الوقت قصة يا غزلان. بس انت كليتها مش انك مضطر انك انت تبي تجرب ثقافة. هم عزموا علي يعني انا تو مثلا حليب بالدم عطولي حركوه حليب ويضربوا البقرة من هنا ويطلع دمه حركوه بالحليب جو ويلكم ولا حاجة جارد. لكن في أنا كليت النشوي وناكل ونطيب ناكل في الفاكهة المساكة. يعني انت درت من باب احترام ثقافتهم. والله هم ما هيك يجرب. انا بنجرب انا اي حاجه كنت جربت حاجات واجبك يعني في البر وفي البحر. يعني تصور ان انا مشيت على تنزانيا وزنزبار مشيت مع الصيادين قعدت في قرى الصيادين خش معهم نحوتوا جوا القارب اللي تلقاه عرفت اللوح في 50 واحد هيك زحمه انا وسطهم منش هيك اصفر مصبي في النص وهو يصبي ونصيد معاهم ونكرني. عشت تجربه ان طريقه الصيد بتاعهم كيف على الشط يرموا الشبك كبير ويجي يحطوا لما يبدي يكروا فيه يجوا اي واحد من القارب مخطم نبدو نكروا مع بعضنا نكروا كيف حسبنا ممكن 50 واحد كرناه لما يتعبى. اما الشبك باليد ما عندهمش قوارب يعزقوه باليد كبير وبعدين حلقوا بين تحليقه كامله ونبدو نكروا فيه باليدين بعدين هذا الكبير بتاعهم هذا اكبر واحد صيادين ولا حاجه لما نضلوا يطلع حوت واجد. نتصور احنا قريبا على المحيط الهندي احنا فاهم يصبينا طابور كلنا طابور كلنا عايشين يدير ياخذ يبدا يعبي في كيف الصيني يحط اعرام قدام واحد كل واحد ياخذ نصيبه يعدي ثاني يوم يتلاقوا في الصبح. انا انبحث ندير عين برا نشري فيه منهم كل يمكن $5 ناخذ كمبري كبير وحوت ونرفعه في فندق تبع الاستثمارات الليبيه في منطقه دار السلام بهاري بيتش غادي على المحيط فندق اسمه بهاري بيتش واسمه هذا كان غادي كانت فيه فات عندك كيف العشش في شيف غادي نقول لك
نعبي في الفريز. طيب فالناس هذول بعدين مشيت عديت قرية سيدي سيابتا الميكانيك قعدت فيه كم يوم، مشيت في قرية سيدي. فكلمة تعايش وهذا كله يا أخي طارق لغة عادية اللي يدو إنجليزي. أنا في أثناء رحلتي تعلمت المصطلحات الإنجليزية، وإحنا ما قريتش إنجليزي نهائي، لكن تعلمتها كلها بالصف. ما كانش عندي حاجز يعني. حتى واحد يجي يقول والله بنسافر وخايف من اللغة، وواحد نقول له ليش أنت عندك تطبيقات؟ أنا قلت له زمان ما فيش، ما تفكر دبينك تفكر حاجة فيها ما تدورش، ما تدورهاش يعني. بس أنت يعني نحاول نرجع لسؤال البداية اللي هي هل تعودها الرحلة وعلاش تعودها؟ يعني شن يعني هل عمر اليوم مش حتكون نفس الشخصية من غير هذه الرحلة، فبس شنو هي اللي الحاجات اللي ضافته لك؟ لا ضافت لي واجد، ضافت لي انما هو علي انا يعني علمتني، تعلمت اعتماد على النفس، على الثقافه اللي درتها بعد الرحله. اني كونت نفسي إن الرحله لما روحت كانت اني درت شركه واحد، درت حوش شريت ودرت وجوز، يعني كونت نفسي ودرت البزنس وقعدت نجيب بضاعه وواحد، يعني درتها في خلال بسرعه يعني ما طولتش. يعني في خلال شهور الناس تبي تقول لك والله كم غاب، ما تقوليش كم غاب، تقولي كم جاب، عرفها. يعني النظر كان في ناس لما جيت احكي له اقول له عشان يقول باش استفدت ماديا، ما يحكيش معك كثقافه لعند الان لعند الان. قلت له انا رحلتي تو تعطيني 3 مليون 400 دولار بس انا نقدر نديرها بنفس الطريقه، يعني نعدي نحاول ما عادش فيه اللي الشخص اللي دار الرحله عمر اللي دار بالعزيمه والقدره، وواحد مستحيل نكون نامزت هو نفسه في المجال هذا. يعني السن، الفرق السن. انا احكي لك موقف، انا زمان كنت في حدود النمسا والمانيا شتاء صقع، قاعد في خيمه واحد المهم. يعني مشيت لها بعد جنوب افريقيا؟ لا هذه اوروبا في البدايه. لا هي اوروبا البدايه، بعد نزلت افريقيا في اخر حاجه افريقيا نزلت. كنت ماشي لاسيا في اوروبا. هذه شنو صار؟ كان شتاء يا طارق واحد، وكانت فاول مره نحس في صحفي يصور فيا، مش صحفي، اول مره حق كاميرا عرفت فلاش هيك واحده ديجيتال، اول مره حقيتها غادي 99 هيك ايام الماركتينج. المهم قال لي انت شو قصتك؟ نيم لي ما استغرب، قال لي حسابك لاجئ جاي من دول البلقان ولا حاجه، ايام كانت في البوسنه ولا حاجه الحروب هذيك. فاستغرب، فقال لي علقني بجامعه، علقني بوحده دكتوره جامعه تحكي معي تقول لي يا عمر انت اللي دايره شيء قوي وشيء عظيم وواحد، بس انت المشاكل المفروض تدير لك اليات. تحكي لي في كلام تاع توا اني انا اللي فهمته، اني انا المفروض ندير كيف نعرف روحي وين ماشي، نجهز في الاهداف نتاعي، كيف نستثمر اللي ندير فيه. كلام انت تقول لي كيف تستثمر تدير فيه، كيف 90 هي يستثمر، انا مندفع نجري. فاخر حاجه ايست مني نقول لا وانا وندير، وصار لي وفيضات ايطاليا وزلزال تركيا والتلج بتاع اوروبا اخر حاجه ايست. قالت لي نقول لك حاجه، لما تفوت ال 35 كان تلاقينا دورني بس تضحك. شوف في 2012 كنت في المانيا نعالج دور، قعدت ندور من فتره عيش طولت انا، فقعدت نقلب طحت فيها، حصلت على الفيسبوك دورت مشيت لها وتلاقيتها معه، قعدت ذكرتني احكي، قلت لها تو كيف عرفت انت شنو تقصدي. الفكر الشخص، الفكر يتغير، الفكر يتغير، العنفوان والاندفاع والحسبه والاقصاء. قلت لها تو انا نعرف شنو بنستفيد منها، نعرف وين ماشي، نخطط بندير. هذا كلام 2012. قلت لها نبي نعرف وين المكانات اللي بنعديلها، اهداف، اسباب. ترى قبل كنت ماشي هاد سكرتك نمشيك، سكرتك نعديك، نسمع بكلام. فقعدت تضحك. ففعلا انك انت الانسان لما تكون صغير، والزمن حتى الزمن، يعني احنا الزمن اللي طلعت فيه يختلف عن زمن ما عندناش خيارات واجد يا طارق، ما فيش خيارات واجد. احنا فتره التسعينات كانت في موضه طالعين يخدموا معي مالطا وتركيا، زمير تاخذ بقره تمشي تركيا تجيب ثلاجات وتجيب مش عارف شنو غازات، هذا الشباب حكي والشاب داخل. وكانت بدايه طلعت تايلاند والصين ما زالت اللي يجيبوا في ملابس. فهذه والناس معينه، ما كانش في ثقافه اللي توها متسعه في الصفر، والدنيا كانت محدوده جدا. انت لما تطلع، انا اللي درته كان غريب مش في ليبيا والدول العربيه، انا أكيد في الدول العربيه والدول الاوروبيه واحد. هنا رحلتي لاقت اني هنا نتلاقى مع رؤساء دول يطالبوا مقابله معي، يشوفوا فيا، يهدزوا معايا، لان كانت يقول لي غريب في الخليج، كان يقول لي ما عندناش واحد شاب كيفك انت في الخليج ما كانش فيه. في قادم يقول لك احنا والله نتمنى ان كان كلهم دول في الخليج يقول لي نتمنى يكون عندنا
شباب مثلك انت يا ابني لبي يوم شو كانوا يذكر طلعت الموبايل والمولات وواحد حتى بعدين ان شاء الله تو الدول الخليج ان شاء الله اصحابي في قطر وفي البحرين وفي الكويت وفي الامارات وصلوا يعدوا بدوا يجيبوا العالم. واحد زمان كان في يحسبوا فيها قصة الخوف من هذا الزمان كانت ما عندهمش المغامرة واجد. فهذه هي، لكن الرحلة أثرت فيها واجد وعلمتني وأسقلتني وتعرفت واكتشفت. أنا أجمل شيء في رحلتي إني اكتشاف كله. نقول لك حاجة يا طارق، شوف الإنترنت توا نعمة كبيرة جدا جدا، مفروض الجيل هذا يعرف إنه شن بين يديه. يعني الإنترنت توا أتحلم فرصة إنهم هم يتعرفوا على العالم بكل سهولة، أتحلم إنهم هم يقدروا يخططوا لكل شيء مسبقا. يعني دار لهم منصات، يعني الفيسبوك والانستغرام والتيك توك والحاجات هذين كلن انهم يقدروا ينطلقوا فيه ويشوفوا العالم. يعني انت تو مثلا تبي تسافر الدوله معينه، مجرد انك تكتب يا طارق انك ماشي الدوله فلانيه، تلقى الليبيين ولا العرب ولا يستقبلوا كأنت صانع محتوى او يوتيوبر او شخص او مثلا، فالناس تحب ان هي تلاقى معك وتساعد وتقدم لك تسهيلات ويختصروا عليك الوقت، بحيث ان هذول صناع المحتوى كانوا عندهم وقت محدود ديما يتحركوا بسرعه في اماكن محدوده العاصمه. يعني مش كيف زمان انا كنت ناخذ فيها من الطق الطق، يعني من الحدود للحدود ضروري فهمت، وكنت ناخذ في وقت حسب التاشيرات وحسب الوقت المتاح لي. فالسوشيال ميديا نعمه وانترنت، وكان عطاهم اجمل شيء يا طارق انك تدير في اللي تحب فيه ويطلع لك في فلوس. يعني تصور انك انت تصور انا لو انا رحت لي مازال لي 80 دوله واحد من كمل، لو اني انا في الفتره اللي ما صارش الظروف اللي روحت فيها ليبيا واحد وكان السوشيال ميديا مفتاحه، كنت كملت رحلتي وجني في فلوس. يعني انت في دخل، لكن انا لما روحت صار قصص ثانيه، فهمته؟ فالانترنت نعمه كبيره. يعني تصور الخرائط الجوجل، يعني انت تو بالجوجل تشوف كل شيء. يعني انا كنت زمان نفتح في الخريطه وتجيني الريح ونبدا نطبق فيها، وبعدين فرحت يوم امتى فرحت حصلت جواب بتاع خرائط، عرفت الجواد نايل يحط فيه في المتوات، نفتح نبدا نشوف الخط ويبدا نبحث ونكب نقول هذه بالانجليزي ونترجمها نحاول اسمها سالونيكي مثلا، بالذات اليونان تعبتني خياطهم كلهم باليوناني ما عندهمش خياط بالانجليزي، فهمت؟ ونبدا نبحث ونسال ونجي نصبي على الناس. لكن شنو كاتبه تو بالجوجل لما هو بيسافر فلان يقول لك والله نبي نسافر مثلا دولة أفريقية، والله تاخذ تطعيمة فلانية، خذ تطعيمة هذه في اختصار للوقت رهيب. يعني تلقى تبدا تدير ريفيو على الميكات كلها، والله الفندق هذا كويس، هنا حناخذ البحر، تبدا تعرف. هذا كله نعمة للناس. تو الانترنت نعمة كبيرة جدا 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 وحاجة كويسة وسد. بس أنا نحمد ربي 100,000 مرة أني أنا رحت درتها ما فيش انترنت. واحدة من الحاجات وانا لاحظت روحي مره في مشتي تو اسبانيا الاخيره، مشيت منطقه جبليه في طبعا اسبانيا المشي هذه 48 مره نمشي نكتشف فيها. مشيت الشمال عند طه الجواشي وقعدنا ندهر نيا، ففتحت النت ودرت هيك لايف وفتحته وقعدت نشوف في مكان، قعدت نشوف من الصفحه وقعدت نحكي مع الناس وبحد نسيت روحي، قعدت نشوف في المكان من داخل تليفوني بس، ونشوف طارق كاتب لي محمد منور يا حميد منور يا نيف. بعد ركزت شوي قلت روحي شنو خلاص الوقت مشى بسرعه وانا كله وفي عالم ورايا مكانات حاجات. فهذا لو مباشر لو اني بنصور وقفت قعدت نصور نستخدم في عين المصور الفوتوغرافي في الفيديو، اني نوقف هذه شويه ناخذ كذا كذا اخر قلت لك طفيته وعزقته وبديت نستمتع. رديت كيف زمان رحلتي زمان لما كان ما في شيء خلتني نعيش التجربة الشخصية متاعي أنا. يعني أنا خشيت الدولة الفلانية ما نعرف الشيء، أنا طارق عبرت لأفريقيا نعرف إن فيها حيوانات. بس رحلتك أنت تستكشف في نفسك، مش جاي توثق مش الناس يتفرجوا معك. هي أقول حاجة ما كنتش مركز حتى طريقة التصوير. أنا تعلمت تصوير حتى في الكاميرا مش موثق بها، كنت فوقات يكمل علي أفلام نقعد عندي 36 لقطات بتاع حياة وموت، نبي نصور روحي في المكان هذا وبصور منظر جمالي وبس يكمل الفيلم تهيت. انا دلع روحك عندك فلوس 36 مش 24 يعني. بس اللي هي في فيلم 24 لكن هذا كيس 36 اللي هي. وبعدين طريقة تصوير فيلم ايزو 100 فيلم ايزو 200 ومدبي كاميرات عرب فيلم ايزو 400 و600 بتاع الليل ولا كان بتصور ليلي ولا. وبالذات تعلم نلقى واحد اجنبي عنده كاميرا كنشوف شكله يصور نجي نقول له ترى شنو هذه، يقول لك
الاعدادات كنتش نعرف البريم من فوق تحط هذه لكي وتفتح هذه يكي وبعد يجي واحد يعطيه اعدادات غلط نقول من اللي صح. نتذكر اول مره نعرف ان طريقه التصوير بتاع الليله لما تقعد زار على الكاميرا تبدا تعد واحد علمها لي واحد ايرلندي ولا واحد وين في ايران وين في شيرانيه في اصفهان في ايران اصفهان في ايران صورت بقص قلبت حاجات بتيتك نازه وحطيت كم قال لي عدل لي قال افتح فتحه العدسه وقال لك خذيت واحد 2 3 4 5 6 7 8 عديت لعند 20 قلت سكت قال لي طلعت صوره قاعده عندي اقول قاعده عندي طلعت صوره سمحه بك هي علمها لي. شوف الطريقه التصوير تعلمتها. لكن الاكتشاف مثلا انا خشيت هذه افريقيا شنو هذه جيبوتي به جيبوتي نشوف شنو فيها تعال اللي نقد محظوظ لو انا لقيت شخص مهتم بالاجانب شوي مثلا يجي يقول لك تعال رو في التركينه الفلانيه مثلا انا خاش من انا المنطقه الساحليه جيت تقول لي والله في جبل هنا في قصر الحاج قريب نركب معاه ونمشي مش ضروري نمشي له مش هدفي هنا نبي نشوف كل شيء على رجليه يعني هنا نمشي نتفرج على الساحه لكن من تونس لمصر مر على ليبيا خطوه لكن ما يمنعش اني نمشي مع اي شخص او نمشي نستخدم او حصلت كفته هديه ولا الدوله تقول لي والله بنرفعوك لغات الدوله نمشي شيلوني مثلا لان كان عندهم كل دوله بعد ما انشهرت في الفتره ذيك كان عندهم ان هم بيستقبلوني يرتبوا لي في لقاءات زياره المتاحف زيارات الحاجات هذينا منهم هم فكنت هذين نشوف نكتشف فين. انا اتذكر موقف صار لي متاع اثيوبيا لما وصلت اثيوبيا الفا عمر كونار رئيس الفوضيه الافريقيه قال لي عمر انت الشخص انت الديره ونخليت نجمه افريقيا واحد لكن قال لي انت المفروض تكون عندك تحط علم افريقيا فوق سقف افريقيا. قلت له علم فوضيه قلت له شرفني واحد قلت له بس وين السقف هذا قال لي كلمنجارو لوهلك قاعد تسوق قلت له كلمنجارو جت في ذهني تكاية دوروكي كلمنجارو قلت له بوب نابوه وكيال هات العلم ثقيل واحد قلت له انا والله طارق ما ندري ايش هو كلمنجارو ولا نعرفه ونسيت بعد سنه وصلت غادي لقيتها قصه طويله يعني خشيت مواد كلمنجارو يعني خذيت العلم وعدت نفسي ورئيس الفوضيه الافريقيه ورئيس دوله مالي وكانوا حاضرين ممثلين دول والصحافه والدنيا ان عمر الطيره حيرفع علم الفوضيه الافريقيه فوق جبل كلمنجارو يعني ارتفاع 6 كيلو 6 فوصلتني بروحي اول شيء مواجهه الاولى وجدتني اني بمبلغ بحياتك حصلت المبلغ كبير انت تخش فوق $1000 واحد بتشارك به انا مبلغي بسيطه كنت اتحرك بين اصلا. بعدين لما خشيت قلت يوم خشيت قلت ماشي فرق مشيت نظام فرق قال شو مستعد قلت انا ما عنديش قال بحت فيه لابس شورت كندر بتاعي مش ما عنديش جوانتيات ما عنديش ميه بتاعي بلاستيك انت طالع فوق درجه حراره تحت السفر تحت السفر وش باي شنو تعرف عليك ما نعرف شيء باي شنو هو ما عمرك صلقت ما عمرك صلقت بنت شوف ما فيش رهبه ما فيش خوف ما فيش شيء خش جبال قدومه باش تدير بحث برام بام قلت واحد قلت له تاجر لي سروالك انت تاجر لي والله هيك يا طارق $5 في اليوم انت $5 في اليوم سروي توته والله لبستها فوق بعض مضيقه فاطمه لما تلبس سروال توته مضيقات فوق شوط يعني انا حركتي بطيئه. بعدين قلت واحد دستيك خيط من بعدين قلت عاوز صغار يلعبوا في كوره في الغالي عندهم جوانتيات حارس في الصور موري لك جوانتي الحارس ديما مفتوح مش هيك مسكته يعني يدي ما نقدرش نقبض بها كويس بيه وخشيت مشيت نسأل فيه يجي يقول لي احنا كنا في جبل فوجي كنا نسلق متسلقين ناس جايه عارف روحوا ماشي معدات نظارات وبعدين داروا لنا اجتماع تمشوا حينقص عليك الاكسجين. طبعا الكلام هذا باش يوصلني نشرح ويشرح لي ونقول شن قال عاود لي نسمع كل مصطلحات جديده عليها في تسلق كلها اجتهاد شخصي. نبدا نقول نتكلم وين قعدت مع الياباني واحد سميتها تويوتا اسمه طويل بك قلت له انتم موتسوبيتشي وقعدت انا يوم مترفقين الفريق الالماني انا قعدت وراها في ذيله في الاول. طبعا الطريق وصلنا به كانت مشيت طبعا وصلت القمه قبل القمه في وقت تفوت تريح فيه باش ان الشمس انك انت توقف الساعه 6 العشيه تبدا الساعه 12 في الليل 6 الصبح يطلع لك باش الشمس ما تكونش اشعه وتكون لابس نظارات ودير كريمات
كلا مضى ما عنديش حتى لا كريمات لا نظارات لا مية لا حبوب لا شيء يا طارق. كندر أصوابي مجمدات، عارف ننفخ عارف مجمدات يبعثوا فيه، عارف يساعدوا فيا متعاطفين معايا. بعدين من ميتشيغان واحد ومرته انسحبوا، في ناس انسحبت، ناس وصلت ما كملتش انسحبت، ويقول لك لو تمشي ترقد. قلت كيف واحد يمشي يرقد؟ بعدين عرفت ان الاكسجين يقل. ما عنديش معلومات هنا كلها، لكن كان عندي هدف اني انام وما نوقفش. وأقول لك حاجه، هذا بفضل الله ثم القايد متاعي. عارف انا فكرت في الاستسلام لموسى فاطن توصل في اخر امتار تبدا تعيط وتعبان العضلات يفشل. انا شنو انا استمريت في الليل وصلت قبله وكملت على اساس اني انا ما نبيش نريح واجد عشان ما عنديش معدات تاع الشمس واحد. فيعني الضغط الدم اللي يطلع من انا مخشمك. عرفت واحد القايد متاعي قلت خلاص مثلا يقول لي لا ما فيش حد ينسحب معي، يعني فضل القايد هذا وعلمني حاجه عندي اليوم ماشي بيها في حياتي في خدمتي حاجه. قلت له بنضحك كلهم قالوا لي يقولوا شنو حنوقف هنا وحنجي المره الجايه. يقول لي ما كانش مش حتكون في مره جايه، مش حتكون في مره جايه لان كده مش حتمشي. انا وقت استغل الفرصه. قال لي شنو كم ما درتش تو ما تكونش ودير تو. فعلا قاعد نكمل. هذه قاعده خذيتها ونعلم فيها لاي حد يعني انت تمشي مكان كانك اخر مره ماشي حتى تقول. وكانت ديما السبله اللي تخليك انك انت تنسحب من حاجه. لا خليتهم كملها بعدين. لا هي تبدا لا تبدا الدكتور لا تبدا تتهرب. عرفت تتهرب منها تقول لا تو نديرها مره جايه. مجرد ما اعطيك انا حبل النجاة باكي تو نديرها نجو مره جايه خلاص والله مالك جايه. فهمت؟ فانا لما فزت على الفريق الالماني طبعا في فتره تشوف الفريق الالماني مصور معي تقول المانيا هنا معهم تفوقت عليهم هم الثانيين. احنا كنا 12 انا اول واحد وصلت في التيم تاعهم كلهم. انا وصلت في اقل من 3 ايام يعني انا في اقل من 3 ايام في 12 يومين و18 16 ساعه وصلت. باهي عزموني على كاس العالم حضرتها في المانيا وقال لي فوز. قالوا كاس العالم 2006 حضرتها في المانيا في سب الفريق هذا. ففزت عليهم ونازل وفرحوا بي. انا طحت وصبت فعندي صبت في رجلي من الفرحه طحت من نازل فرحان. اما اسهل فوق ولا النزول؟ لا النزله طبعا سهله لكن النزله كانت صعبه فيش انك انت تريد تنزل تاخذ وقت النزله مش نزله يعني انت بتاخذ وقت في النزله. فانا طحت وصارت لي مشكله في كراعي وقعدت فتره انت نعاني منها. انا في حاجه نبي نديرها بس عندي نبي نستشيرك فيها قبل يعني فكره ما زال ما قررتش بس نبي ناخذ سنه نسافر كل شهر مكان. ما نعرفش نسافر بالدراجة ولا نسافر رجلين ما مش حتصير. لا أنا عمري 40 عام وما ما شاء الله صغير بس لا الدراجة مرات دراجة مرات حاجة أخرى. دراجة عادية مش دراجة نجارية. مش أنت تنصحني يعني شنو الدول اللي الواحد لازم يعيش فيها؟ وحاجة تانية شنو كيف تعدل لي سقف توقعاتي بطريقة أن راهو حط في بالك كذا وكذا 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 واستفيد من كذا. 12 شهر سنة بس هي كويسات 12 شهر تشوف فين. بس أنت كذا إنك تعدي الدول فيها تنوع كبير ثقافي ومنظر طبيعي وحاجات مختلفة عن توقعات الناس كلها. أنت لما ديما ننصح بأفريقيا ولاحظتها يا طارق لما يشوفوني الناس. أنا تو كان يعالج فيها دكتور في ألمانيا ودكتور لما يقول لك أفريقيا ينبهر يقول لك هذا هو اللي أنت تو أفريقيا لو تمشي. أنا ننصحك بشرق أفريقيا. أنا درت شرق أفريقيا اللي هو تبدأ من أثيوبيا كينيا تنزانيا تبدأ زيمبابوي شلالات فيكتوريا مناظر ناميبيا اللي عند جنوب أفريقيا كبتان. الجهة هذه عارف لو تأخذها هي تأخذ منك سنة هذه كلها. الشرق أحسن من الغرب. أحسن من الغرب وأأمن. وحتى النوع الملاريا تختلف. تو ملاريا غرب أفريقيا تقتل لو ما ضربت جبر في 3 أيام. شرق افريقيا انا ضربتني 200 قريب ناموسه عادك نقبات ما صار لي شيء عرفت. وبعدين طبيعه المناخ وشبه انت لو تشوف احكي لك اقول لك زنزبار عالم بروحها والجزر اللي جنبها هم في 52 جزيره باهي تعدي مدغشقر عالم بروحها. هذا جزر يعني فصلت على افريقيا جزيره كبيره. عارف تشوف الطقوس عادات شعوب فواكه حيوانات غريبة عالم. مهما تقول انك انت شفت في التلفزيون مش كيف ما انك قاعد جوا وعطيتها وقتها. تنزلش يا طارق تقول ننزل في عاصمة كابيتال ونقعد لا أصلي خايف. لا
والله نقول لك حاجة، ناس فيها الخير طبيعتها خير بصفة عامة. ديما نقول لنا أصل الناس فيها الخير، يعني مش مسيئة. لقيت سراق مجرم هذه حاجة عادية، وفي أفريقيا ما فيش حتى معفية في كاميرا ولا حاجة ولا دواء ولا ابدا. انا ما تعرضتش اي مشكله في افريقيا ولا في الدولتين. خاطري بتاع تنزانيا هذه بتاع الصومال وكانت سوء فهم كان اصدقاء هذه. لو انت نجحت انك انت تمشي في خط معين هذا كله. كينيا فيها التنوع من عند نيروبي ومناطق متاعها، ومومباسا مدينه مومباسا هذه عالم تاني. كان فيها اخص عمانيين، كان فيها تضاريس متاعها، وكان فيها البقايا البرتغاليه. والناس في الثقافة كيف تنوع ميكس ما بين الأفريقي والعماني واليمني والبرتغالي. فحتنبر بحاجة تفاصيل دقيقة. الدراجة واجدين مشوف عندي أصحابي واجدين من الأجانب، عندي من إسبانيا لف العالم دراجة. الدراجة حتاخذ منك جهد واجد وانت مش متعود عليه، أو أننا ما متعودين، ووقت واجد. يا أنت عندك طريقة السفر، يا بتسافر وانت بسيارة بتاع مجهزة بتاع رحلات مثلا اللي قدم يمشوا بين راندروفر ومش عارف شنو، هذه افريقيا كانت تمشي. او انك تستخدم المواصلات، تبدا شنطه باك تبدا شنو مثلا مع حافله. افريقيا تستخدم حافلات قطارات اللي قدم الحاجات مطارات، تنزل تاخذها كلها ماشي. يعني مثلا تو في جنوب افريقيا مواصلاتها كويسات، كينيا فيها مواصلات كويسه، كلها الاغلبيه. تو نحكي لك انا اعرف حقبه قديمه انا، لكن الخط هذا نحكي لك ايه من كيب تاون تبدأ من اثيوبيا لعند كيب تاون. هذا ياخذ انت بأكثر سنة، لكن السنة هذه كافية لك. حتشوف فيها في تنزانيا أكبر تجمع حيوانات في العالم. عندك في سارانجيتي على التذكير تسمع بها ديما في نفسه، وتسوني والأخرى السافانا. جميع الحيوانات، عارف انت في منظر رهيب تشوفها بعيونك تقدر غريب. الحيوان النوش اسمه اللي في اللحية زي البقرة هذاك يطلع بالمليونية وتمي يقص مئات الآلاف منه، يهاجر يمشي. عارف ما ذاك الوقت يخش عندي يمشي جنوب أفريقيا. الفاكهة أنا ناكل فاكهة غريبة أول مرة نحكي. أنا أتذكر أول مرة أن نتعرف على الأناناس، إن الأناناس يطلع من الله ركبتني هستيري الضحك. كنت طالع من نيروبي ماشي مومباسا في كينيا، فنشوف في مزارع جنبي على اليمين طول الطريق نحكي في حاجة طالعة، أقول شنو هذه شو. لما عديت شفت الأناناس طالعة من اللوطة، بكيف بنقطعها نضربها بكراع هيك عرفتها. فخطر عيني القعمول، نحن في الشرق القعمول نفسه يطلع شوك هيك وتطلع شوكه. قلت فرق ما بين ضربه وضربه، هي ضربه فيها شوك وهذه عسل. الاناناس بنه والطعم متاعها رهيبه جدا كده تفاكر. فاتذكر الحاجه هذا اخذ اكبر تجمع للوحيد القرن غادي شفته عرم واز الناس وكلهم يفرحوا. يعني انت قد ما تقول لك افريقيا تجربه تكون مناسبه مناسبه، انت اوروبا مش حتمشي لنا. اوروبا عشان نمشي مع بعض. نزل عندك جهد عندي لا انا عندي انا واحده من الحاجات اللي تنظن فاطن لما تقول له انا ما شفتش، انا المفروض درت هذه، لا عادي والله. انا خاطري نمشي نصور. انا ننصح في وجدي يقول والله كلهم عندهم الرهبه امتى، يقول لك والله قلت لهم ما بيصير شيء بالعكس افريقيا تمشي. انا اتذكر مره وانا قاعد في كيب تاون اتصلوا بي المكتب الشعبي الليبي وانا في كيب تاون، قالوا يدور فيك واحد انجليزي واحد انجليزي وواحده جنوب افريقيه او انجليزيه اصلا تعين خيل. فجوني في كيب تاون درست معهم، قالوا احنا عمر نحن بندير رحله من اعلى نقطه في افريقيا لاقصى نقطه. طبعا انا كنتش نعرف هذه اعلى نقطه شو طلعت تونس. اعلى نقطه في افريقيا فوق على البحر المتوسط في الخريطه تونس جابها اسمها اعلى نقطه. واقصى نقطه في افريقيا شنو؟ جنوب افريقيا كيب تاون. قالوا شنو الخط؟ قلت لهم خط متاع رسمت لهم خط متاع الرحله متاعهم كلها، درت لهم شرق افريقيا كيف يقصوا كيف بيقولوا احنا بنستخدموا الخيل. قلت لهم انا بنروح ليبيا، كانت طبعا اخر واحد جنوب افريقيا، روحت ليبيا في 2006 كلموني اتصلوا بيا وبعدين درت لهم تاشيرات وجو وين خذوه يقولوا لنا نبغى خيل بربري نسمع بيه كده خيل عادي وبتاع المشي حق قال لي خيل بربري حق 3000 جنيه تونسي واحد اللي هو مش متاع كبير ويتحمل ما سألت عليه يتحمل ماشي. المهم شن صار جيتم في الحدود الليبية وخذيتهم وجبت بنت معهم بكماش وحضيت بعدين سلمت من جماعة الخير في ليبيا بدو شنو يساعدوا فيهم وظهروا في ليبيا وفي حتى عندهم خيل مات وعطاهم واحد
قد يكتبوا نذكر آخر مرة دارين مدونة يكتبوا عليها، فكتبوا هم في السودان وحاجة شكروا ليبيا. طبعا ليبيا شكروها كلها إن إحنا دارونا دي. عدي زمان نمشي زمان في 2018 و 19 كنت في قماطة عند واحد من أكبر واحدين عنده مرباط مربين خيل مشهور اسمه عبد الله بن تريا في قماطة، مشهور جدا هذا. فخشيت علينا وليد بظهير ولا واحد من جماعة هذه، فقال لي أنت الرحالة عمر الطيرة؟ قلت له أنا. قلت له كيف عرفني؟ قال لي أنا كريستينيا وني هم اللي عرفوني عليك ورقوا أنت اللي جبت ورانا مصور معاهم. قلت له باش أخبارهم؟ قال لي ماتوا. قلت له كيف؟ لا يا رجل زعلت. قلت له كيف؟ قال لي كريستينا ضربتها شاحنة في تنزانيا هي والحصان ماتت، ورجل هذا معها. قال لي وصل ملاوي بعدها، ملاوي بعد تنزانيا على طول، فاكتشف عنده سرطان ما عطى حتى 10 أيام ما طقش، مات في ملاوي. قال لي اختها توا تكتب في القصة وانت مذكور فيها، تكتب في قصتهم وكتاب تألف كتاب عليهم، اخت البنية هذه. فهذه وجعتني. فقصة متاحة اللي هم مستمتعين به. الخط هذا ديما ننصح به الوسط اللي هو تجي منه أوغندا، تجي منه ناميبيا، بتسوانا. ناميبيا حلوة اللي هي عارف ناميبيا عشان فيها اللي هي فيها الصحراء على المحيط، هم كان فيها احتلال ألماني هي، فلك شو جميلة. وجنوب أفريقيا فيها تركيبات غريبة جدا. يعني تصور في منطقة فيها هامانس في جنوب أفريقيا، كنت نوقف على الحيط نشرب في حاجة مقعمز مدلدل كراعي هكي، يطلع الحوت لحدة هذا عرفت الكبير، وينط قدامك عملاق وينزلك. وأول مرة موقف يصير صارت حتى ضحكة واجدة، جيت معي جسم مقامز جيت ببطريق الشمس قلت خدعوني طول عمري ان حسابك في تلج، طلعت انت في الشمس. طلع لا، في نوع بطريق افريقي عرفت. قعدت ندور في الدب القطبي حتى يطلع الشمس، قالوا لا هو فصام البطريق الافريقي، عارف انت ولا لا؟ لا نذكر في كيب تاون. في كيب تاون شايفهم في غريب اللقطة يعني. تلج بيت التلج مش نلقاك تشمس بالشمس عرفتها. شو رايك؟ عندي احساس ان حنديروا اكثر من جلسة يعني، بس نختموا الجلسة هذه بفصل واحد، قعدت فصل فقط نختمه. عندي فصل انا بنقوله لك وانت تختم به. احنا طرقنا الحاجات هذين لان السوشيال ميديا بدينا شوف بدينا السوشيال ميديا نزلنا بطريق، شوف النقلات اللي ننقل فيه لك. طبيعي هذا الجو اصلا اللي متعود حلقات حينسجم، لان هذه الحلقات القديمه كلها بالطريقه. عارف ليش يجي موضوع انت تو شوف لما السوشيال ميديا مو في ما يحسبك انك تتحامل عليه ولا حاجه. السوشيال ميديا ريحات، لكن مرات التجربه انا نحكي انا ممكن للناس اللي هم عندهم حنيه للحاجات القديمه والرسوم القديمه ولا لكن التكنولوجيا اللي تو ساعدك كويسه، تو تخليك تستمر. يعني انت تسافر وسنك صغير ما عندكش ارتباط اسريه وعندكش اطفال ما عندكش قرايه. يعني انا اخذ في فتره ما 3 شهور 4 بروح امارات ويلا فهمت. السوشيال ميديا لما انت تقعد سنك صغير تو وعندك مصروف طالع وتقدر تصنع حاجه وتستفيدوا منك وتشرب، فاتمنى تخالف التانيين. انا لما نشوف المحتوى اللي هو بانجليزي، لما دول بيزوروها نلقى شو مثلا امريكان انجليز زاروا اماكن عندهم تفاصيل ما نلقاش فين عند العرب. لو لاحظت انت في دول يمشوا دائما همك وديما نق عليهم في حاجه تانية ويكتبوا في كتب سريعه. انا واحد مثلا جاء قال لك والله دار رحله تجربته شهرين، طلع بالقطار، دار رحله بقطارات من باريس لاسطنبول. واحد مثلا بعيد يمرض مرض سرطان ويشفى يدير عليه كتاب. واحد دار رحله قلت لهم هل تاليف بانجليزي سهل للدرجه ولا ما فهمتش؟ يعني انت تقرا كتب تشوف تقول لك والله تجربتي مغامرتي ما فيش، يقول لك رحلتي الى ليبيا واكتشفت فيها مفسره كلها يعني. يعني تلقى فكره مسبقه وخاش على موضوع بزنس يعني. بس لما اقول لك انا الفصل في بالي باش ما نريحكش. لا تمام. انا كتبته امي، هذا اللي كتبته الفصل يعني. فايش رايك ننهو به؟ امي الله يرحمها. انا نقول لك حاجه، قد ما نقول لك اني نادم على حاجات وجدات اني ما قضيتنش مع امي. انا واحده من الحاجات في كابوس كان يراودني يا طارق في كل رحلتي، نوض منا نبكي مرات وانا ديما ونبدا نكلم في امي ونحس
إن نرقد نفطن في روحي إن في حوشنا في عزاء، ونخش ندور في أمي وين أمي. عارف نين نبدأ نبكي، عارف إنك أنت تبدأ نبدأ نشوف كيف، عارف نشوف تفاصيل والحرقة والقهر، إنك نعيش اللحظة كلها ونبدأ نضمنها يعني نحسها خذا مني ساعات وكيف نضبط خوتي ويشوني وانا جاي من برا كنت في الصفا، في نفس اليوم وصلت فيه ما نلقاها ميتة. كان ديما يراودني هذا اني هذه الشيء. ثاني شيء امي كانت متعلقة به لدرجة انها مسميني ولد امه. انا زمان امي تبي مباتي فلوس، زمان صار لنا مشاكل واحد، فبعد التغيير في النظام في الدولة بعدين ابوي خذ الذهب وبناء دار حوش، ودار حوش واحد تاني دار واحد، فرد وذهب مردود رد، مازال امي ناقص طرف شكل كنت حاجة عقدني. فمرة تزر فيه تقول وين يا هاج وين هذاك العقد، بحث فيه قال لك قال خذي فيها مرة. قالت له ناخذه ليش يعني هذا تنازل لك عليه، خذيه ولدك يا ولد امه. تشوف الدرجة مش قلت هذه. فكان يقول هذه امي قد ما نقول كنت هو نقول متعلق بها، ويقول كيف عديت يعني. كانت تخطى مع الدار متاعي وتحكي معها يعني. في عندها قصيدة ديما تسأل في الدار يقول يا دار يا مكارة وين اللي كان هيك، يا دار يا مكارة وين اللي كانوا فيك مثلا، شو نقولها كذا. أنا ممكن ما حفظتش كويس، دي مكتوب عندي. فالدار ترد عليه تقول مش مني، هو خذا شناطية ومشى عني، وكل يوم في بلاد، ويوم في بلاد الروم، ويوم بالشعر. وهي تقول له بعد تقول له يا دار يا مكارة بلا جميلك الجرايد وجابنا أخبارها فتبدأ شنو تحكي يعني قصيدة ديتها بينها وبين الدار، لدرجة إن كل يوم كانت تفكر فيه عندما روحت وأنا معذبها. كنت أتمنى تقول لي أتمنى نشوف عيالك. ديما تقول لي أنت شنو، تقول لي أنت طالع من الخوتي وخوال أمي عندها ما يتجوزوش إلا في سن كبير 60-50 ما يتجوزوش بكي، فتقول أنت طالع لهم أنت. فذكرها كانت تقول لي أنا نبي ضروري نجوزك، أنا باش تستقر وتقابل. الفترة العلاج هذه وني كانت قاسية جدا. من عندها شخص تبدأ تحاول الكبد، كان هو سرطان في الكبد، وكان وصل مرحلة ما كناش منتبهين، جاء فجأة. فجميع علاج توصلت في الماضي يعني كل نفس التقارير، نفس حتى ما تقدرش تزرع على كبد أو تشيل كبد. فمشينا درت عندنا رحلة السعودية كلنا وخالاتي ومعي خالاتي والدنيا واحد، لكن شنو كانت هي حاجة واحدة إن تفكرنا بجوزني. فقلت لها أوكي تمام. فقعدت لاهية بموضوع، فسبحان الله تقول ما فيها شيء يعني. شهر 2 مر، شهر 3 مر، قعدنا من شهر 2 اللي هو الدكاترة مستغربين، هي كامل قوام حافظة، حتى يجوا قالوا لنا المفروض تكون عندكم تكون في تحمل وراء، في آلام قوية الكبد وقصة وأعراض وألام، مرات بتكون عندكم عزيمة. ربي سبحان الله ما جابش هذا كله. جاء رمضان، وكان خلاص رمضان 2010، فكانت هي محددة لي العرس بعد العيد. وفي الفترة من سرطان من خشت في تفاصيل دينتي وتبش وكل شيء، تلعس فرحانة بك لين يوم 10 أيام الأخر في رمضان هي توفت فيه في رمضان. فكانت توصي فيها تقول لي دبالغ الله في بنت الناس، هي اللي كنت أنا تحسبني مثلا نطلع ولا بنشفى. سبحان الله يعني فالأم ديما نقول فيها ما فيش فرحة يا طارق بعد الأم، يعني فرحة بتفرح بابنائك بصغار. الأم يعني أنت إحنا لما أمي توفت حسينا روحنا معاش قعدنا، صار شتات، مش نتكلموا وغرفة واتساب ونتلاقوا ونكلموا لكن مش ما فيش فرحة وطعمة إلا مع الأم. أنا نقول يعني سبحان الله اللي يقعد أمه عايشة يعني ربي يحفظها يفوت جنبه ويقعد معه، لأن هي تفرح لك. هي لما جينا جاني بنات، أنا كانت أمي خاطر تقول عمورة هو اللي بيسمي عليها، أمي دلال مسميها عليه، أنا الوحيد مسمي عليها، هي مسمي بنتي دلال. عمر نحددوا موعد الجلسة الجاية بعد ما نتم التسجيل يعني. تمام. أتوقع ما كملناش القصة كيف بدناها احنا أنا كنت حاط تصورات بنقول وما أقول لك شنو مشات تدريسك. أنا هذه جميلة. اللي يسمعوا فينا استغلوا التعليقات، قولوا لنا أي فصل، أي معلومة، أي حاجة تبغوا تسمعوها، وأكثر حاجة صوتوا عليها هي اللي حنديروها في الحلقة الجاية وبالترتيب. في ديما في حاجة بس ممكن نقولها لهم المستمعين، كانت ديما أنت ويجني يقول لي أنا بنقعد رحالة،
فمش عارف كيف الواجدين كلهم نبي نقدر حالة كيف. ففي مرات ما ترد تطور ما ترجع يقول لك لا وما عادش تفشك علينا ولا. انا نقول له انت كيف تبي رحله؟ انت مستعد انك انت تبي تدير رحله؟ كيف بتسافر؟ الطريقه متاعك هل مشي هل نية هل بتسافر؟ يقول لك انا ما عنديش فلوس ما عنديش شيء. قلت له لا ضروري. فديما فيه شويه تعجيزات. يا ريت الواحد انه يكون اي شيء ما يكونش سهره في السفر، بس في ميزات. تو عندهم ميزات كويسه، عندهم طريقه انك انت يعني تصنع محتوى كويس وتسافر مش تجيب منه فلوس بس تكمل. وراه في مرحله معينه تفوتك في المغامرة بتاعك ما بتغير نمط سفرك. لو انت سنك الصغير هذه اللي كنت فيها لانك تقدر عندك تعافر وتدير وتتحمل وترقد وتمشي وتتبهدل وتستمتع. لكن لو فت 30 واحد بتغير تفكيرك وتغير كله وتغير طموحاتك وتغير كل حاجه. ابدا بكري يعني. ابقى بدري ضروري بدري. بس كون انت نام فيك. انا بيجي واحد يقول والله بنقدر حاله بنسافر وما نبي باش نحصلوا فلوس. قصدي في اسئله غريبه جاني مرات نقولها ولا انت تقول حصلت كم حصلت منها؟ نقول والله ما حصلت شيء من هذا لكن استفدت النفسي فهمته. شاكر ليك. نور